السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. تعالوا بينا بقى نبدأ نحل امتحان الميكانيكس أو الأبلايد ماثيماتكس لسنة 2025. بسم الله نبدأ. أول سؤال هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي in the opposite figure two forces 8 and 12. أنا عندي force 8 و force 12. باين إن هما parallel forces، اتنين parallel forces. act at A and B واداني طول ال AB. قال لي طول ال AB كله بكام؟ قال لي طول ال AB ب 20 سنتيمتر. ماشي، اداني الطول ده كله كده ب 20 سنتيمتر. if the resultant act at C. الريزلتنت بتاعهم بما ان دول اتنين parallel forces ولايك، هما كده لايك in the same direction، الاتنين باصين لفوق. فحضرتك احنا كنا بنعرف 3 حاجات عن الريزلتنت. اول حاجه اتجاهه، فاتجاهه هيبقى معاهم فوق. تاني حاجه مكانه هيكون ما بينهم واقرب للكبير. يعني انا النقطه سي دي هي نقطه في النص ما بينهم، بس اقرب لمين؟ اقرب للكبير اكتر، اقرب لل 12. يعني الريزلتنت هيقرب للكبير اكتر. طيب قيمته طب قيمته نفسها احسبها ازاي؟ انت عارف ان دايما الريزلتنت طالما هم لايك فورسز فهو بيساوي التو فورسز بلس بعض F1 بلس F2. دي مساله parallel forces. فاجمع الفورسين 8 و 12 يعني الريزلتنت ب 20 نيوتن. جميل. فانا عارف قيمه الريزلتنت دلوقتي هكتبه بكام؟ ب 20 نيوتن. حلو. قال لي ايه بقى؟ قال لي هو عايز يعرف طول البي سي بكام. هو ده الطول اللي هو عايز يعرفه. تعالى نسميه اكس، انا مش عارفه، تعالى نسميه اكس. ولو دي كلها 20 يبقى اللي فاضل الحته اللي فاضله دي 20 ناقص اكس، ده اللي فاضل. وعندك حل من الاثنين، يا اما استخدم الريشيو يا اما استخدم ايه؟ المومنت. بس انا بفضل دايما في البارallel فورسز استخدم الريشيو. الريشيو بتسهل عليا الموضوع. الريشيو بتقول لحضرتك هتاخد اي فورسين على بعض F1 على F2. بمعنى ممكن اخد مين؟ ال8 على 12. 8 على 12 ده بيساوي مين؟ قصاد كل فورس روح حط المسافة اللي ما بين الفورسين التانيين. بمعنى انا خدت الفورس ال8 فوق، غطي ال8 كده وروح خد اللي ما بين الاتنين التانيين اللي هي مين؟ اللي هي الفورس 12 واللي هي الريزلتنت اللي فاضلين، يعني اللي هي انا مسميها اكس، يبقى قصادها احط اكس. طب وال12 مش انا خدت ال12 يبقى قصادها اروح اغطي ال12 نفسها واروح اخد اللي ما بين الاتنين التانيين اللي هي مين؟ اللي هي الحته دي كده كلها اللي هو الاي سي، يعني اللي هو طوله انا فرضه 20 ناقص اكس. وبكده يبقى معايا معادله واحده ما فيهاش مجهول غير مين؟ غير الاكس. طب اقدر احلها ازاي؟ طبعا نعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى ده في ده ايكوال ده في ده. هضرب 12 في الاكس ايكوال 8 في 20 ماينس اكس في براكت كده. ومن هنا دي ايكويشن واحده ممكن نعملها شيفت سولف تطلع معانا ان الاكس بكام؟ تطلع معايا ان الاكس ب 8 سنتيمتر من هنا. والاكس دي اللي هو عايزها اللي هو طول بي سي بكام؟ ب 8 سنتيمتر. طيب نيجي لتاني سؤال عندنا هنا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي a body moves in a straight line such that the algebraic measure of its position vector. مين البوزيشن فيكتور؟ انت فاكر x او r؟ x او r. هو هنا مديني البوزيشن فيكتور is given by the relation 3t square plus 5. 3t square plus 5. حلو. وقال لي t is measured in second و x in meter، يعني كل حاجه ستاندرد. بيقول لي then the algebraic measure of its velocity. هو عايز الفيلوسيتي. تعالى افكرك سريعا. انا لما كنت بديك الاكس او الاس، حضرتك لو عملت ديريفاتيف بالنسبه للتايم تقوم جايب مين؟ تقوم جايب الفيلوسيتي. لو كملت كمان مره ديريفاتيف بالنسبه للتايم تقوم جايب مين؟ الاكسلريشن. هو هنا عايز الفيلوسيتي، يعني انا هعمل الكلام ده ديريفاتيف مره واحده بس. فهعمل الكلام ده ديريفاتيف هجيب الدي اكس دي تي اللي هي مين؟ اللي هي الفيلوسيتي، يعني ديريفاتيف الفيلوسيتي بكام؟ هعمل لكل ده ديريفاتيف يبقى 6 تي وال5 الديريفاتيف بتاعها 0. ماشي. هو عايز الالجبريك ميجر اوف اتس فيلوسيتي ات تايم بكام؟ ات تايم ب 4 سكند. خلاص فعوض هنا عن التايم 4 سكند يبقى 6 في 4 بكام؟ ب 24 متر بير سكند. يبقى الانسر بتاعنا ايه؟ في question number 3 هنا يا شباب بيقول لي انا عندي a force F 6i and negative 2j. يعني هو هنا مديني الفورس as a vector بكام؟ 6 في الاي او 6 في الاكس والنيجاتيف 2 في الواي. ماشي، نيجاتيف 2 في الجي. بيقول لي and its equation of line of action is x plus 3y equal 12. دي مين؟ دي معادلة خط عمل الفورس. دي الايكويشن بتاعت اللاين اوف اكشن اوف ذا فورس. يعني انا لو عندي ستريت لاين كده
ده معادلته، الفورس مالها؟ الفورس بتعدي على اللاين ده، الفورس ماشيه عليه. بمعنى ان اي نقطه على الخط، اي نقطه على الخط هي نقطه موجوده فين؟ على الفورس. يعني انا دلوقتي لو عايز اعرف اكشن بوينت، اي بوينت الفورس بتعدي عليها، هروح اجيب اي بوينت على الخط، لان اي بوينت على الخط الفورس مالها؟ بتعدي عليها. فانا هروح افرض بوينت، هلت ان انا عندي بوينت الاكس بتاعتها بكام؟ الاكس مثلا بتاعتها بزيرو، او حتى الواي بتاعتها هي اللي بزيرو. فهفرض نقطه الاكس بتاعتها بزيرو واعوض في الايكويشن دي عشان اجيب الواي بتاعتها. فلما اعوض بالاكس بزيرو هيبقى 3 واي ايكوال 12، يبقى الواي بكام؟ الواي ب 4. ده الكوردينيت بتاع الايه؟ الواي بتاعت النقطه. يبقى النقطه اللي الفورس بتعدي عليها، بما ان ده خط عمل الفورس، من النقط الكتيره اللي هي عددها لا نهائي الفورس بتعدي عليها، هي كام؟ الزيرو والفور. طيب تعال نكمل. يقول لي then the moment of the force about البوينت B. هو عايز ايه؟ عايز المومنت about البوينت B. احنا كان عندنا طريقتين لحساب المومنت في الاستاتيكس، اما ان احنا بنحسب المومنت F في L في البربنديكولار لينس، او ان احنا نحسب المومنت كفيكتور R كروس F. وهنا بما ان هو مديني الفورس از فيكتور، يبقى انا احسب المومنت از فيكتور. يبقى انا لو عايز احسب المومنت عند البي، خليك عارف ان المومنت عند البي بيساوي الار فيكتور كروس برودكت الفورس فيكتور. طب الار فيكتور ده كان بيساوي مين؟ لو انت فاكر الار كان بيساوي الاكشن بوينت ماينس المومنت بوينت. هنا مين الاكشن بوينت؟ هي اي نقطه الفورس بتعدي عليها، اللي انا لسه فارضها وجايبها دلوقتي، اللي هي النقطه 0 و4، ماينس المومنت بوينت. وهو عايز نحسب المومنت فين؟ النقطه اللي انا هحسب عندها المومنت فين؟ بي، اللي هي نيجاتيف 3 و1. هعملهم ماينس بعض، 0 ماينس نيجاتيف 3 يديني 3، 4 ماينس 1 يديني 3. يبقى هي دي مين؟ الار فيكتور. اضربها كروس برودكت الفورس فيكتور في ديترمينانت زي ما احنا كنا بنعمل، او في براكت. طيب انا هحسبها بالطريقتين. دايما بعد اذنك نحط الار فوق، نحط الار فوق. الار بكام وكام؟ 3 و3. طب الفورس فيكتور؟ الفورس فيكتور هي 6 ونيجاتيف 2، وكنت بضرب ده في ده ماينس ده في ده. 3 في نيجاتيف 2 بنيجاتيف 6 ماينس 3 في 6 ب 18، نيجاتيف 6 ماينس 18 بنيجاتيف 24 في اتجاه الكي. او في ناس بتضرب الكروس برودكت بالطريقه دي، بنحط الار الاول، بما اني كتبت الار الاول بحط الار الاول اللي هي 3 و3 كروس برودكت الاف اللي هي 6 ونيجاتيف 2. كنت بعمل ايه؟ كنت بضرب الاكستريمز 6 في نيجاتيف 2 ماينس المينز اللي هي 3 في 6، برضه هديني كام؟ نيجاتيف 24 في اتجاه الكي. يبقى الانسر بتاعتي نيجاتيف 24. في question number 4 هنا يا شباب بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي in the opposite figure ABCD is a parallelogram، يعني الشكل اللي قصادي ده واضح ان هو parallelogram، وقال لي measure الانجل A ب 60 degree. الانجل A اللي هي هنا دي ب 60 degree وزيها الانجل C، لان في الباراليلوجرام لو حضرتك عارف كل اتنين قصاد بعض مالهم؟ قد بعض. طيب جميل. بيقول لي ان طول ال AB ب 12. طيب دي معلومات هو بيديها لي. طول ال AB ده اللي هو هنا ب 12 سنتيمتر، وقال لي طول ال AD ب 24 سنتيمتر. طول ال AD اللي هو ده ب 24 سنتيمتر، ده طول ال AD، وزيه ال BC على فكرة، يعني ده قد ده، وال AB برضو زيه مين؟ ال CD. الاتنين ايه؟ قد بعض. اوكي تعال نكمل. بيقول لي if the two forces F and F form a couple. واضح ان انا عندي اتنين forces equal و opposite وايه ونوت اون ذا سيم لاين اوف اكشن. يبقى دول ايه؟ على طول بيحققوا شرط الكابل. فورسين قد بعض وعكس بعض وفي بينهم مسافه، يبقى دول عاملين كابل. طيب الاف والاف عاملين كابل. ماله الكابل ده؟ equivalent، يعني ايه؟ يعني بيساوي او مساوي to the couple produced by ال 10 وال 10. يعني انا برضو عندي ال 10 وال 10 التانيين دول عاملين كابل. الفكره في ايه بقى؟ ان مومنت الكابل الاولاني بيساوي مومنت الكابل التاني. هو ده معنى كلمة equivalent couple. two equivalent couple يعني مومنت ده بيساوي مومنت ده. يعني أنا لو حسبت مومنت الكابل اللي عامله الفورس F و F أساويه بمومنت الكابل اللي عامله الفورس كام؟ 10 و 10. وهي دي المعلومة اللي احنا هنستغلها عشان نقدر نجيب مين؟ نجيب الF. خلاص يبقى أنا عندي مومنت equal مومنت. حلو؟ حضرتك لو فاكر المومنت بتاع الكابل كنت بحسبه ازاي؟ كنت بضرب فورس واحدة من الاتنين في البربنديكولار ديستانس
ما بين الفورس والتانية، ما بين كل واحدة والتانية. فالاف والاف هاخد منهم فورس واحدة واضربها في المسافة البربنديكولار ما بين الايه الاف والاف، والعشرة والعشرة هاخد برضو منهم فورس واحدة واضربها في المسافة البربنديكولار ما بينهم. بس في حاجة مهمة انا كنت دايما بقولك عليها في الباراليلوجرام. لو حضرتك فاكر قلت لك في الباراليلوجرام دايما تعالى من الاوبتيوس انجل وانزل بسايد لينس كده بيربنديكولار، وانزل بسايد لينس كده بيربنديكولار. بعد اذنك دايما لما تشوف الباراليلوجرام اعمل الحركه دي، انزل من الاوبتيوس انجل بسايد بيربنديكولار وسايد بيربنديكولار، وهتلاقي نفسك قفشت 2 تراينجلز. الاتنين تراينجلز دول انت عايز الطول الازرق ده، اصل الطول الازرق ده هو الطول اللي ما بين الفورس اف واللي ما بين الفورس اف الثانيه، هو ده البيربنديكولار اللي ما بينهم، ما بين اف واف. طب اجيبه منين الطول ده؟ هقفش التراينجل ده، هروح اضرب الهايبوتنس في ساين السيتا عشان ده قصادها. الهايبوتنس هنا عندي بكام؟ الهايبوتنس اللي هو الطول ده، الطول ده اللي هو ب 12، يعني اروح اضرب 12 في مين؟ في ساين السيتا عشان ده قصادها، 12 ساين 60 ايكوال. ها الناحيه الثانيه ال10 وال10، هجيب مين بقى؟ هجيب الطول ده، الطول ده برضو اروح اضرب الهايبوتنس في التراينجل اللي هو هنا 24 برضو في ساين السيتا عشان ده قصادها، فاضرب ال 24 ساين 60. جميل جميل. خلاص دي معادله واحده ما فيهاش مجهول غير الاف. لو عملت شيفت سولف هكنسل ساين 60 مع ساين 60، 12 على 24 تطلع الاف بكام؟ ب 20 نيوتن. يبقى الانسر بتاع حضرتك كام؟ ان الفورس ب 20 نيوتن، يبقى الانسر سي. طيب في question number 5 هنا بيقول لي انا عندي a man of weight 90 كيلو جرام ويت. الراجل بتاعي، تعال نسمي الماس بتاعه، هو هنا مديني الماس بس بالكيلو، الويت لما يبقى بالكيلو جرام ويت يبقى هو يقصد الماس. ماشي، كام؟ 90 كيلو جرام ويت. حلو. stand inside a lift. مسألة ليفت. طالما حضرتك دي مسألة ليفت فاحنا كان في رسمة أساسية على طول بنرسمها في أي مسألة ليفت أيا كان نوع المسألة. مسألة الليفت دايما احنا بنرسم رسمة لراجل جوه الأسانسير والأسانسير نفسه. الراجل بيأثر عليه مين لتحت؟ بيأثر عليه أولا وزنه لتحت ام جي. تعال نسمي بقى وزن الراجل ام 1 جي لتحت، بيأثر عليه لتحت ام 1 جي. الأسانسير بيأثر عليه وزنه برضه ام 2 جي. تعال نسمي وزن الأسانسير ام 2 جي. فاحنا عندنا وزنين، وزن الراجل ووزن الأسانسير. الراجل وهو ساند على ارض الاسانسير ما يسكتش، ده يرد عليا على طول بايه؟ بنورمال رياكشن. والاسانسير بيكون فيه دايما حبل ماسكه وربطه بيشده لفوق دايما، ايا يكن وضع الاسانسير طالع او نازل، دايما الحبل اللي بيشد الاسانسير اتجاهه لفوق. الاربعه فورسز دول 4 فورسز اساسيين في اي مساله اسانسير. الموضوع بيختلف من ايه لايه، سواء انت هتدرس المان ولا هتدرس الليفت. تعال نشوف. بيقول لي انا عندي ليفت موفينج فيرتيكالي ابورد. يبقى انا كده عرفت اتجاه الحركه، فاروح حاطط سهم الحركه لفوق، ما هو اتجاه الحركه لفوق، واكتب عليه ايه؟ ام اي، لان انا عرفت اتجاه الحركه يبقى ام اي لفوق. with acceleration 1.4 متر per second square. الحمد لله مديني الاكسلريشن اللي الجسم ده بيتحركوا بيها مع بعض هي 1.4 متر per second square. دي ستاندرد مفيش مشكله. بيقول لي if the mass of the lift، مين ده؟ الماس بتاع الليفت اللي هو M2. هنا M2 بكام؟ M2 ب 400 كيلو جرام. ماشي، كل حاجة لحد دلوقتي ستاندرد. Then the tension in the string which carry the lift. هو عايز ايه؟ عايز التنشن فين؟ في الحبل اللي شايل الاسانسير. بما ان حضرتك عايز التنشن بتاع الحبل اللي شايل الاسانسير، يبقى انت دلوقتي لازم تدرس مين؟ لازم تدرس الاسانسير. لكن لو انا كنت عايز النورمال رياكشن كنت هروح ادرس مين؟ ادرس المان. يبقى انت قدامك طريقين، تدرس المان لو انت عايز النورمال رياكشن، او حتى معاك تدرس الاسانسير لو انت عايز التنشن بتاع الاسانسير. بس خلي بالك بقى، وانا بدرس الاسانسير فانا مش شايف النورمال رياكشن ده، انا مش شايف غير الفورسز اللي بتاثر على الاسانسير. الاسانسير بيأثر عليه وزنه التنشن اللي فوق في الحبل، ووزنه لتحت، ووزن الراجل اللي جواه لتحت. فهحط دلوقتي قانون نيوتن. قانون نيوتن بيقول لي حضرتك ام ايه بتساوي مين؟ اي حاجه مع سهم الحركه هحطها بالبلس،
اي حاجه مع نفس اتجاه الحركه بتاع ام ايه هحطها بالبوزيتيف، فما فيش غير التنشن. سيبك من الان، لان الان هتحطها لما انا بدرس الراجل. يبقى اللي مع السهم احطه بالبوزيتيف اللي هو التنشن، واللي عكس السهم ماينس. انت عندك عكس السهم ام 2 جي وام 1 جي، يبقى ماينس ام 1 جي ماينس ام 2 جي. وتعالى بقى نعوض. انا معايا ايه؟ ام، بس ام دي بما اني بدرس الاسانسير يبقى وزن الاسانسير دلوقتي مش هيبقى ام بس، ده هيبقى ام 1 بلس ام 2. ام 1 بلس ام 2 مضروبه في مين؟ مضروبه في الايه. تعالى بقى نعوض على طول. ام 1 ب 90 بلس ام 2 اللي هي 400 في مين؟ في الاكسلريشن اللي هي عندي ب 1.4. كل ده بيساوي كام حضرتك؟ بيساوي التنشن اللي انا مش عارف قيمته ماينس ام 1 جي يعني 90 في 9.8 ماينس ام 2 جي يعني 400 في 9.8. من هنا الايكويشن كلها ما فيهاش مجهول غير التي، هنعمل شيفت سولف هنجيبه. يطلع معايا التنشن بكام؟ يطلع معايا بالرقم ده اللي هو 5488. بس خلي بالك بما اني شغال كله ستاندرد يبقى اللي هيطلع لي من المساله ايه؟ ستاندرد. يعني التنشن ده بما انه فورس فهي هتطلع لي بالنيوتن، لكن لازم انا اخلي بالي هو عايزها في الاجابات بالايه؟ بالكيلو جرام ويت. يعني انا هروح في الاخر اعمل ديفايدد 9.8 هيديني ايه؟ هيديني 560 كيلو جرام ويت. خلي بالك ان هتلاقيه حاطط لك ال 5488 اهي، حاططها لك الانسر ايه، لكن احنا هنختار على حسب ايه؟ كيلو جرام ويت. يبقى الانسر الصحيحه سي. فكويشن نمبر 6 هنا يا شباب بيقول لي in the opposite figure ABCD is a square. square يعني السايدز كلهم مالهم قد بعض، كل السايدز قد بعض. وبما انه سكوير وما ادانيش طوله، لا الحمد لله اداني طوله هنا بكام؟ ب 10 سنتيمتر. خلاص يبقى ده سكوير، السايد لينس فيه بكام؟ ب 10 سنتيمتر. جميل. بيقول لي ادينا فورسز 15 واف و15 واف act as shown in the figure. يعني هو مديني الفورسز بتاكت زي ما موضح كده في الفيجر. if the set of the forces is equivalent to a couple. الفورسز دي عامله couple whose algebraic measure is كام؟ 60 نيوتن دوت سنتيمتر. بما ان هو اداني الالجبريك ميجر بتاعته يعني هو هنا يقصد بوزيتيف 60 نيوتن دوت سنتيمتر. لكن هو لو قال لي الماجنتيود كان لازم انا احط احتمالين. لو قال لي ده ماجنتيود الكابل كنت ممكن احط مره احتمال ان هو ب 60 ومره احتمال ان هو بنيجاتيف 60. بس الالجبريك ميجر يعني هو هنا بيديني الميجر الصحيح بتاعه ان هو كام؟ بوزيتيف 60. whose algebraic measure is positive 60. هو عايز يعرف الاف بكام. طيب انا اعرف الاف منين؟ هو هنا مديني المومنت بتاع الكابل. ودلوقتي انا عندي كام كابل؟ انا عندي كابل ما بين ال 15 وال 15 وكابل ما بين الفورس اف واف. يعني انا عندي كابلين، فانا اروح افتح براكتين، براكت لكل كابل منهم. طيب وفي الاخر مجموع المومنتس بتوع الكابل دول بكام؟ مجموع المومنتس بتاعهم اساوي بكام؟ اساوي ب 60، لان هو قال لي المومنت توتال ب 60. خلاص تعالى نحسب. ال 15 وال 15 هاخد فورس واحده بس ما بينهم واضرب في المسافه ما بينهم. المسافه بين ال 15 دي وال 15 دي هي المسافه دي اللي هو طول السايد لينس في السكوير نفسه اللي هو كام؟ اللي هو 10 سنتيمتر. طيب ده بالنسبه لل 15 وال 15. طب الاف والاف هاخد فورس واحده بس منهم واضربها فين؟ اضربها في المسافه اللي ما بينهم اللي هي دي برضو، وبما انه سكوير فالمسافتين دول برضو قد بعض، فبرضو اضربها في كام؟ اضربها في 10. حلو الكلام ده. بيلفوا ازاي بقى؟ خلي بالك من اتجاه الدوران واحده واحده معايا ونشوف بيلفوا ازاي عشان الاشارات. طيب همشي مع ال 15 الاولى واروح لل 15 الثانيه. يعني انا همشي والف كده، يعني انا لفيت انتي كلوك وايز، فال 15 وال 15 المومنت بتاعهم بوزيتيف. همشي مع الاف الاولى واروح للاف الثانيه، يعني انا هلف كده، فانا كده لفيت مع الساعه، يعني الاف والاف المومنت بتاعهم نيجاتيف. 15 في 10 ب 150 ماينس 10 اف، كل ده بيساوي كام؟ كل ده بيساوي 60. وادي دي هنا بعكس الاشاره يبقى 90 ماينس 10 اف بكام؟ بزيرو، فيبقى الاف تطلع ب9 نيوتن. الفورس تطلع ب9 نيوتن. كام؟ يبقى الانسر دي. في question 7 هنا يا شباب بيقول لي in the opposite figure a body moves in a straight line with initial velocity. بيكلمني عن الانيشال velocity، يعني هو هنا بيديني الفي نود. الفي نود بتاعت الجسم اللي هو بدأ بيها حركته كام؟ كانت 8 متر بير سكند، دي ستاندرد.
تمام. then the algebraic measure of the displacement during the time interval من 0 ل 3. هو عايز الديسبيسمنت من كام لكام؟ من 0 لحد 3. عايز الديسبيسمنت اللي الجسم ده قطعها من 0 ل 3. وهو مديني ايه؟ مديني جراف ما بين الفيلوسيتي والتايم. ما بين مين ومين؟ الفيلوسيتي والتايم. طيب ركز معايا. لو حضرتك فاكر انا في الداينامكس كنت بتعامل مع اي جراف في الدنيا باني احسب حاجه من الاثنين، يا اما احسب الاريا بتاعت الجراف ده او تحت الجراف ده، او اني احسب السلوب بتاع الخط اللي ايه مرسوم قصاده. الاريا كانت بتساوي الانتجريشن، والسلوب كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي الديريفاتيف. طيب ركز بقى معايا، انا هنا همشي في الاريا ولا همشي في طريق السلوب؟ انا الاثنين بيدوني حاجه، بس انا عايز مين؟ انا عايز ديسبيسمنت. انا الاريا هتديني انتجريشن مين؟ انتجريشن الحاجه اللي على الواي اكسس بالنسبه للحاجه اللي على الاكس اكسس، يعني هي هتديني انتجريشن الفيلوسيتي بالنسبه للتايم، وانتجريشن الفيلوسيتي بالنسبه للتايم ده كان بيديني الديسبيسمنت اللي انا عايزها. لكن السلوب كان السلوب هيديني ديريفاتيف الحاجه اللي على الواي اكسس وذ ريسبكت للحاجه اللي على الاكس اكسس، يعني هيديني الدي في دي تي، والدي في دي تي انت عارف حضرتك ان هي بتساوي الاكسلريشن. فانت حر، انت والله لو مسكت الجراف ده وحسبت الاريا تحتيه فانت كده جبت الايه؟ السلوب. لكن لو حسبت انت كده جبت الديسبيسمنت، لكن لو حسبت السلوب انت كده جبت الاكسلريشن. بس انا عايز الديسبيسمنت من 0 ل 3، يعني انا اروح احسب الاريا. وخلي بالك بقى، هي هنا المشكله ان معظمكم هيروح يحسب الاريا من 0 ل 4، لكن هو عايز ايه؟ الاريا من 0، لو دي 0 ال4 هنا لا، ال3 هنا قبلها. يعني هو عايز يحسب الاريا دي اللي انا هظللها لك بالازرق من 0 لحد 3 تحت الايه؟ تحت الجراف، هظللها لك بالاحمر. عايز يحسب الاريا دي. طب الشكل ده شكل ايه؟ الشكل ده شكل ترابيزيوم. او انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقسمه حتتين. اقسمه حتتين ايه؟ اقسمه جزء تريانجل وجزء ريكتانجل. بص، من هنا لهنا كده تريانجل، ومن هنا لهنا ده كده تريانجل، وده ريكتانجل. بس في حاجه، بص انا مش عارف الحته دي بس بكام، فانا هعمل حركه حلوه، انا هحسبه بارية الترابيزيوم على طول. بس هحتاجها برضه. انا عايز اعرف النقطه دي الواي بتاعتها بكام، وهفهمك ليه دلوقتي. المهم ان انا عايز احسب الاريا بتاعت الشكل اللي مرسوم قصادي ده. حلو. طب احسب الاريا دي ازاي؟ بص بقى، انا هعمل لك حته كده بالجيومتري سيميلاريتي عشان نخلص. انا هسحب الخط ده، انا كده عايز احسب الاريا دي واجمعها مع الاريا دي. بس الاول لازم انا اعرف النقطه دي، ما انا عايز اعرف النقطه دي كام، النقطه دي الواي بتاعتها بكام عشان اقدر احسب. فاعمل ايه يا صديقي؟ انا هفرض ايه؟ هقول ان الحته دي كده كلها كام؟ الحته دي تعالى نسميها واي، والحته دي كلها كام؟ 8. طالما الكبيره دي كده كلها 8، يبقى الحته اللي فاضله اللي من هنا لهنا هي 8 ناقص واي، صح؟ دي الحته دي. طيب الحته دي بكام؟ الحته دي ب3. انا عارف ان دي 3، دي الاكس بتاعتها ب3. طب الحته دي كلها بكام؟ الحته دي انا عارف انها ب4. طيب هعمل ايه بقى؟ هاخد سيميلاريتي. واضح قوي ان طالما في تراينجلين ظهروا، هاخد سيميلاريتي ما بين التراينجل الصغنون ده وما بينها وما بين مين؟ التراينجل الكبير ده كله. حلو. السيميلاريتي بتقول لك ايه؟ خد البيز على الهايت في الصغير بيساوي البيز على الهايت في الكبير. ركز بقى معايا، البيز في التراينجل الصغير هو ده اللي هو كام؟ 3 على الهايت في التراينجل الصغير. بص بقى، الهايت في التراينجل الصغير هو مين؟ الهايت في التراينجل الصغير هو الحته دي بس، اللي هي كام؟ اللي هي 8 ناقص واي ايكوال البيز في التراينجل الكبير اللي هي الحته دي كلها اللي هي 4 على الهايت في التراينجل الكبير اللي هي الحته دي كلها اللي هي كام؟ اللي هي 8. ومن هنا اقدر اجيب الواي بتاعتي، يبقى 3 على 8 ناقص واي ايكوال 4 على 8 فيها النص، اضرب ده في ده ايكوال ده في ده. 3 في 2 ب6 ايكوال 1 في 8 ناقص واي، 1 في 8 ناقص واي، فتطلع الواي بكام؟ تطلع الواي ب2. يبقى الواي او المسافه دي ب2. فخلاص امسح لي بقى ده كده كله. انا عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز احسب الاريا بقى. الواي طلعت بكام؟ ب2. الحته دي كده ب2. ماشي. فانا هسحب برضو الايه؟
هسحب الحته دي واقسمها تراينجل مع ايه؟ مع ريكتانجل. فيبقى الاريا توتال بتساوي اريا الترينجل مع اريا الريكتانجل. نحسب الريكتانجل الاول. الريكتانجل هو الحته دي، اللينس بتاعه بكام؟ ب 3 والويتس بتاعه ب 2، يبقى 2 في 3 يبقى لينس في ويتس ده اريا الريكتانجل بلس اريا الترينجل. اريا الترينجل هي اريا الحته دي، هي هاف البيس في الهايت. البيس بتاع الترينجل هي الحته دي اللي هي كام؟ اللي هي 3 برضه، يبقى هاف في كام؟ في 3 في الهايت اللي هي الحته دي. الحته دي اللي هي بقت 8 اللي هي 6 يعني، اصل دي 2 من هنا لهنا 2 يبقى دي كام؟ 6. يبقى نص في 3 في كام؟ في 6. ونجمع الاثنين مع بعض، 3 في 2 ب 6 و18 9 6 9 يبقى كله 15. يطلع الاريا توتال بكام؟ ب 15. 15 ايه؟ متر، لان انا بجيب ايه؟ بجيب ديسبيسمنت. فيطلع معايا ان الانسر سي. ده حل. هحلها لك بطريقه ثانيه اسهل الصراحه. الطريقه الثانيه بتقول لي ايه حضرتك؟ بتقول لي ان انا اروح اعمل definite integration، اروح اجيب معادله الفيلوسيتي. اروح اجيب مين؟ معادله الفيلوسيتي واحسب definite integration. طيب وفي طريقه ثالثه. الطريقه الثانيه هعملها لك اسهل، اخلي الطريقه الثالثه هي ايه؟ الديفينيت انتجريشن. هو مديني هنا الفي نوت ب 8، بما ان ده ستريت لاين، خط، فساعتها يا صديقي الديريفاتيف بتاعه او الاسلوب بتاعه هيساوي رقم كونستانت، صح؟ الاسلوب بتاعه بيساوي مين؟ النقطه دي هي 0 في الاكس و8 في الواي، والنقطه دي هي 4 في الاكس و0 في الواي، صح؟ لان دي انترسكشن مع واي اكسس، دي انترسكشن مع اكس اكسس. حضرتك لو عايز تجيب الاسلوب لازم تاخد نقطتين وتجيب فرق الوايات على فرق الاكسات. فالاسلوب هنا اللي هو بيمثل مين؟ مش احنا اتفقنا من شويه ان الاسلوب هو الاكسلريشن؟ الاسلوب اللي هو الاكسلريشن هو فرق الوايات اللي هو 8 ناقص 0 على فرق الاكسات اللي هي 0 ناقص 4 فيديني نيجاتيف 2. يبقى انا معايا الاسلوب برقم ثابت بيساوي كام؟ نيجاتيف 2. يعني الاكسلريشن رقم ثابت بيساوي نيجاتيف 2 متر بير سكند سكوير. ركز بقى معايا. بما اني معايا الفي انيشال ومعايا الاكسلريشن، وهو عايز الديسبيسمنت من 0 ل 3، يعني هو عايز الديسبيسمنت بعد تايم 3 سكندز. الميزه هنا ان هو عايزها بعد 3 ثواني. يبقى انا معايا 3 حاجات، وبما ان الاكسلريشن ثابته يبقى اقدر استخدم قانون من قانون نيوتن الثلاثه. القانون الكام؟ الثاني اكيد، عشان هو عايز الاس. احنا عايزين الاس، عايزين الديسبيسمنت، عايزين نعرف الديسبيسمنت بكام. القانون بيقول لك الاس بتساوي في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. تعالى نعوض. في نوت ب 8 يبقى في نوت في تي اللي هي 3 بلس هاف في الاي اللي هي نيجاتيف 2 في التي سكوير اللي هي 3 سكوير. تعالى نحسب. 8 في 3 24 بلس هاف في دي مع السلامة 3 سكوير بكام؟ ب9. يبقى في نيجاتيف يبقى ماينس 9. 24 ناقص 9 برضو ب 15 متر. سواء كده أو كده هيحسب لي الإيه؟ الكلام. طيب الطريقة التالتة إن حضرتك معاك نقطتين 4 و0 و0 و8 ومعاك الاسلوب. احنا لسه جايبين الاسلوب بنيجاتيف 2. بما ان معاك الاسلوب بنيجاتيف 2 فانت تقدر تجيب معادله الخط نفسه، الايكويشن بتاعت اللاين. الايكويشن بتاعت اللاين عشان اقدر اجيبها لازم يبقى معايا الاسلوب ولازم يبقى معايا بوينت. فانا هاخد البوينت كام؟ 4 و0. معايا نقطه على الخط 4 و0 ومعايا الاسلوب بتاع الخط. بما اني معايا نقطه على الخط واسلوب الخط، معايا بوينت على الخط 4 و0 واسلوب الخط، فاعوض في المعادله دي y minus y نود ايكوال m في x minus x نود عشان اجيب معادله الخط. فيبقى y minus y النقطه اللي هي 0 ايكوال الاسلوب اللي هو نيجاتيف 2 في x minus x النقطه اللي هي 4. ونبسط تبقى y بتساوي، دخل دي هنا وهنا، y بتساوي نيجاتيف 2x، نيجاتيف 2 في نيجاتيف 4 يبقى بوزيتيف 8. y ايكوال نيجاتيف 2x بلس 8. الواي هنا بتعبر عن مين؟ بتعبر عن الفيلوسيتي، لان اللي على الواي اكسس هو مين؟ فيلوسيتي. ايه ده؟ ماشي ايكوال. الاكس هنا بقى بتعبر عن مين؟ بتعبر عن التايم، يبقى نيجاتيف 2 تي بلس 8. ونعمل ايه بقى؟ مش انت عايز، انت كده بقى معاك معادله الفيلوسيتي.
مش انت عايز الديسبيسمنت من 0 ل 3؟ يبقى تمسك معادله الفيلوسيتي دي تعمل لها ديفينيت انتجريشن من 0 ل 3 وتحط معادله الفيلوسيتي جوه نيجاتيف 2 تي بلس 8. اصل الديسبيسمنت هي انتجريشن الفيلوسيتي بالنسبه للتايم. وتحسب الكلام ده على الكالكوليتر كله يقوم مديك كام؟ برضه يديك 15 متر. عندك 3 طرق براحتك. بص معايا بقى في سؤال 8 بيقول لي in the opposite figure AB is a light rod. يعني ايه light rod؟ كلمة light rod لوحدها تعني ان الويت بتاعه negligible، يعني وزن الرود ده نفسه مهمل. ممكن اعتبره بزيرو، ممكن اقول او اهمله ما احطش يعني وزن الرود. طيب مفيش حاجة اسمها ان الوزن بزيرو، بس ايه؟ وزنه approximately بيقول الى زيرو. طيب its length is 120 سنتيمتر. طوله كله بكام؟ ب 120 سنتيمتر. ده طول الرود اللي اسمه اي بي كله. حلو. is in equilibrium. اقف لي عند الكلمه دي. طالما حضرتك عرفت ان السيستم بتاعك او دي مساله equilibrium، فانت عارف 3 حاجات. ان اولا سمشن الفورسز في اتجاه الواي بزيرو، سمشن الفورسز في اتجاه الاكس بزيرو، وان المومنت عند اي بوينت برضو بزيرو. ده معنى كلمه او مفهوم كلمه الايكوليبريم، ان هو ثابت، لا بيتحرك يمين ولا شمال ولا بيطلع فوق ولا تحت وما بيلفش. بيقول لي is equilibrium under the action of these forces in the figure. واضح قوي ان الفورسز اللي قصادي دي هي عامله كابل. انا عندي فورس 16 وفي 16 زيها قد بعض وعكس بعض، فدول عاملين كابل. والفورس 4 و4 قد بعض وعكس بعض برضه عاملين كابل. الفكره بقى ايه؟ ان هو لما جمع المومنت بتاع الاثنين كابلز دول طلع بيساوي كام؟ بزيرو. ان سميشن المومنت ايكوال زيرو. طيب فانا هحسب المومنت عادي واساوي مجموع المومنتس في الاخر بكام؟ بزيرو. هو عايز يعرف طول السي دي بكام. طول السي دي اللي هو الحته دي تعال نسميها مثلا اكس، اللي هي الحته دي. ماشي. هحسب بالريزوليوشن ومن غير الريزوليوشن. بمعنى انا دلوقتي عندي ايه؟ 2 كابلز، فانا هفتح براكتين واساوي المومنت توتال بكام؟ بزيرو، لان هي مساله ايكوليبريم. طيب انا عندي كابل ما بين الاربعه والاربعه فهاخد فورس واحده منهم، وعندي كابل ما بين ال16 وال16 فهاخد فورس واحده منهم. بص بقى، الاربعه اربعه المسافه بينهم كام؟ انا هرسم لك الخط بتاعهم بالاحمر. ادي الاربعه الاولى وادي الاربعه الثانيه، المسافه بينهم هي ال 120 كلها. خلاص يبقى هضرب واحده بس منهم في المسافه البربنديكولار ما بينهم اللي هي 120. طب ال16 وال16 بص بقى، 16 وال16 تعالى نعمل زوم ان هنا كده عشان نشوف. ادي مين؟ ادي ال16 الاولى وادي ال16 الثانيه. انا عايز ايه؟ انا عايز البربنديكولار لينس ما بينهم. بص كده معايا، هاجي من اول النقطه اللي على ال16 دي وانزل بخط يعمل 90 ديجري، يبقى بيربنديكولار على خط الفورس الثاني اللي هو الطول ده. واول لما اتزنق في طول هقفش التريانجل اللي قصادي ده. الاول حدد فيه الهايبوتنس. مين هنا الهايبوتنس؟ الهايبوتنس هو اللي قصاد ال 90 ديجري، اللي هو هنا الطول اكس اللي هو عايزه. انا بقى عايز مين؟ انا عايز الطول اللي بالاحمر ده، او عايز الطول اللي بالاسود ده ماله؟ ده قصاد السيتا، قصاد ال 30. فلو انا عايز الطول ده، لو انا عايز الطول اللي قصاد السيتا ياخد ساين، اللي قصاد السيتا ياخد ايه؟ ساين. فالطول ده هو عباره عن اكس ساين 30. هو ده الطول اللي انا عايزه. اكس اللي هو الهايبوتنس كله هضربه في ساين الانجل دي عشان يديني اللي قصاد السيتا، يبقى اكس ساين 30. يبقى كده يا باشا ال 16 هتتضرب في كام؟ ال 16 هتتضرب في اكس ساين 30. كده خلاص؟ لا، فاضل ايه؟ فاضل الاشارات. استنى، تعال. الاشارات بيلفوا ازاي؟ بص، الاربعه دي بصه كده همشي مع واحده منهم واروح للتانيه. فالاربعه دي لتحت ودي على شمالها، يبقى انزل تحت وامشي شمال. يبقى انا كده لفيت كلوك وايز، يبقى الاربعه والاربعه اشارتهم نيجاتيف. طب ال 16 وال 16 خليك منطقي، طالما اتنين بس عاملين كابل وايكوليبريم يبقى لازم يبقوا عكس بعض في الاشارات. بص ال 16 وال 16 همشي مع واحده فيهم واروح للتانيه. ال 16 دي بصه كده ودي بصه كده، انا همشي مع دي واروح لدي، او العكس. فلاقيني لفيت انتي كلوك وايز يعني بوزيتيف. تلاقينا الايكويشن كلها ما فيهاش مجهول غير مين؟ غير اكس. ممكن اعمل شيفت سولف دلوقتي اجيبها. يبقى تعالى نحسب الاكس دلوقتي بكام. احسب هنا الاكس على الكالكوليتر واعمل شيفت سولف، هتطلع معايا ان الاكس بتساوي 60
سنتيمتر. اكس بكام؟ ب60 سنتيمتر، يبقى الانسر دي. طيب ركز معايا عشان ده سؤال هو سهل جدا لكنه سؤال تحويل. بيقول لي انا عندي a machine does a work، يعني هو هنا بيديني الورك بتاع الماشين بكام؟ ب 15000 كيلو جرام ويت دوت متر. 15000 كيلو جرام ويت دوت متر. بص يا صديقي، الورك الستاندرد يونت بتاعته هي الجول، صح؟ الجول دي هي عباره عن فورس مضروبه في ديسبيسمنت. ما هو الورك بيتحسب ازاي؟ مش بضرب الفورس في الديسبيسمنت. يعني الجول هي عباره عن نيوتن بتاعت الفورس، وديسبيسمنت بتتقاس بالمتر، نيوتن دوت متر. فبما ان وحده الورك اللي هو مديها لي كيلو جرام ويت دوت متر مش نيوتن دوت متر، يبقى هي مش ستاندرد، فهحولها ستاندرد اقوم ضارب ايه؟ ضارب في 9.8. يبقى الورك بتاع الماشين هو عباره عن 15000 في 9.8 يديني كام؟ 147,000 جول يعني. ده الورك. قال لي ديورنج قد ايه؟ ديورنج 10 seconds، يعني خلال وقت 10 seconds، الوقت ستاندرد. then the average power، حضرتك لو عايز تعرف الافريج باور يبقى لازم تبقى عارف ان الافريج باور هو بيساوي مين؟ بيساوي التوتال ورك على التوتال تايم. طيب التوتال ورك بكام؟ الرقم ده. على التوتال تايم بكام؟ بالرقم ده. يعني 147,000 على التوتال تايم اللي هو كام؟ 10. يديني ان الافريج باور بكام؟ 147,000. ده بقى بالايه؟ هنا طالما كل حاجه ستاندرد يبقى الباور ده هيطلع بالوات. هو ده الكلام. الباور دلوقتي طالع بالوات، لكن هو عايز الباور بالايه؟ عايزه بالهورس. فهحول من وات لهورس، فهعمل ديفايدد 735. لازم تبقى حافظ التحويلات دي، انك عشان تحول من وات تروح لهورس تعمل ديفايدد الرقم ده 735. فامسك ال 147,000 دي اعملها ديفايدد 735 يديني كام؟ يديني ان الباور في الاخر بيساوي 20 هورس. يبقى الانسر بتاعتك بي. طيب في سؤال رقم 10 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي a force acting on a body where الفورس هو مديني هنا الفورس نفسها متغيره مع الوقت بكام؟ ب 4t plus 5. وقال لي measured in نيوتن، يعني هي ستاندرد 4t plus 5. وقال لي ان التي ان سكند برضه الوقت ستاندرد. هو عايز ايه؟ عايز الماجنتيود، القيمه البوزيتيف، الماجنتيود اوف ذا امبلس خلال ايه؟ خلال السيفنث سكند. خلي بالك ان الثانيه السابعه دي بتبتدي من الثانيه السادسه مع اخر الثانيه السادسه لحد السابعه نفسها. يعني هو هنا كان بيقول لي انا من الاخر عايز الامبلس، عايز الاي خلال الفتره من 6 ل 7، الانترفال من 6 ل 7. ما اصل الثانيه السابعه دي هي الوقت ما بين اخر الثانيه السادسه لحد اول الثانيه السابعه، او لحد 7 يعني. هي دي الثانيه السابعه. طيب هو عايز ايه؟ الماجنتيود الامبلس. في قانون مهم جدا لما يكون الفورس فانكشن في التايم، لما تكون الفورس بتساوي فانكشن في التايم، فالامبلس يا صديقي هو بيساوي انتجريشن الفورس بالنسبه للتايم، ديفينيت انتجريشن من ال بي. فانا دلوقتي لو عايز احسب الامبلس هعمل ديفينيت انتجريشن لمعادله الفورس اللي هي 4t plus 5 من كام لكام؟ من 6 ل 7 دي تي. طبعا الكلام ده ممكن نحسبه على الكالكوليتر او ممكن نعمله مانيوال عادي، بس انا هحسبه على الكالكوليتر عشان نوفر وقت. يبقى definite integration ل 4t plus 5 من 6 ل 7 يطلع معايا كام؟ يطلع معايا 31. 31 ايه؟ بما ان الفورس بالنيوتن والتي بالسكند فيبقى 31 نيوتن دوت سكند. 31 نيوتن دوت سكند.
طيب في السؤال رقم 11 هنا ده أهم وأصعب سؤال في الامتحان الصراحة، وكان موجود في النماذج الاسترشادية. هو سؤال حلو فركز معاه فيه. بيقول لي in the opposite figure if the system moves from rest. السيستم اللي قصادي ده هيتحرك فين؟ هيتحرك from rest، يعني الفي نود بتاعته بزيرو، دي الفي نود بتاعت السيستم كله. when the vertical distance between the two masses is 70 سنتيمتر. هو دلوقتي باين ان هما الاتنين مش بادئين من عند نفس المستوى، بادئين وفي بينهم مسافة قد ايه؟ هو اداها لي ب 70 سنتيمتر. يعني مثلا ال 6 اهي، ده الجسم اللي وزنه 6 وده الجسم اللي وزنه 2. لما بدأوا يتحركوا كانت المسافة بينهم كام؟ 70 سنتيمتر. بكل هدوء وبكل بساطة تتوقع مين ينزل ومين يطلع؟ طبعا الستة هي التقيلة والاتنين هي الخفيفة، فايه اللي يحصل؟ الستة تنزل لتحت والاتنين تطلع لفوق. ده معناه ايه؟ ان هم هيقربوا من بعض. ده معناه ان هم هيحصل لهم ايه؟ هيقربوا من بعض. وبما ان هم هيقربوا من بعض فلازم حضرتك تقول لي ان ال70 دي بعد ما يعدي شوية وقت لازم تقل، صح؟ ده اللي انت لازم تتوقعه. اصل الستة هتنزل والاتنين هتطلع، فالمسافة بينهم تقل، هم كده بيقربوا لبعض. قال لي ايه بقى؟ قال لي زن بعد تايم، انا عايز التايم اتويتش، عايز الوقت اللي في اللحظة دي الفيرتيكال ديستانس ما بينهم تكون كام؟ تكون 90 سنتي. الكلام مش منطقي، احنا لسه قايلين ان دلوقتي لازم المسافة بينهم يحصل لها ايه؟ تقل، لان هما بيقربوا من بعض. هو بقى عايز يعرف المسافة اللي ما بينهم امتى هتبقى 90. ركز كده معايا. المسافة بينهم دلوقتي ما قلتش، دي زادت. انا امثلك بقى اللي حصل. ادي الجسم الستة وادي الجسم الاتنين. اللي حصل يا صديقي ان الستة نزل والاتنين طلع لحد ما بقوا في السيم ليفل، وبما ان هم عند السيم ليفل فدلوقتي المسافة بينهم بقت زيرو. قلت لحد ما وصلت لزيرو. بس هم ما وقفوش عند اللحظة دي، ده الستة كمل نزول والاتنين كمان كمل طلوع. فبدأت المسافة بينهم يحصل لها ايه؟ بدأت تزيد تاني، بقت هي دي المسافة بينهم كلها. لكن خلي بالك، هل المسافة اللي ما بينهم هي الديسبليسمنت؟ لا، احنا كنا فاكرين، لو حضرتك فاكر، الفيرتيكال ديستانس اللي ما بينهم دي ملهاش علاقة بالديسبليسمنت نهائي. لا، بص كده بقى، تعال امثل لك الموضوع. دلوقتي هما في البداية، في لحظة البداية أول ما بدأوا كانت المسافة بينهم 70. عشان يوصلوا يبقوا في نفس الليفل، هم على فكرة لو ده بيتحرك سنتي لتحت ده بيتحرك سنتي لفوق، هم بيتحركوا مسافات متساوية لأن هم مربوطين مع بعض بنفس الحبل. عشان الأساتذة دول يوصلوا يبقوا في نفس الليفل، يبقوا على نفس الارتفاع كده، يبقوا جنب بعض، لازم ده ينزل نص المسافة وده يطلع نص المسافة. ده في حالة إن هم بقوا عند نفس الليفل. ففي الحالة الأولى هم هيتحركوا قد إيه؟ ده هينزل نص ال70 اللي هي 35، وده هيطلع نص ال70 اللي هي 35. لكن المسافة ما فضلتش كده، لا، ده بعد ما المسافة بينهم بقت زيرو، المسافة بقت كام دلوقتي؟ المسافة دلوقتي بقت 90. المسافة بينهم دلوقتي بقت كام؟ بقت 90 تاني. يعني فضلت تزيد. ال90 دي هي برضو نصها طلعها الجسم الاتنين، ونصها الباقي نزلها الجسم الكام؟ الستة. اصل ده نزل لتحت وده طلع لفوق، فالمسافة ما بينهم هي مجموع المسافتين اللي هم اتحركوها. فال90 دي نصها نزلها الستة، نص ال90 كام؟ اللي هي ال45، ونصها طلعها الاتنين، طلع برضو 45. فلو جينا نحسب توتال دلوقتي المسافة اللي اتحركوها أو اللي اتحركها كل جسم منهم، في الحالة الأولى اتحرك 35 وفي الثانية 45. يعني توتال الديسبليسمنت اللي الجسم الواحد منهم قطعها هي قد إيه؟ توتال الديسبليسمنت 35 بلس 45 يعني 80 سنتي. دي توتال الديسبليسمنت اللي الاتنين ايه؟ كل واحد منهم اتحرك. وهم اتحركوا منين؟ اتحركوا فروم ريست. هو عايز ايه بقى؟ عايز التايم. فبص انت معاك ايه؟ انت معاك الفي نود بكام؟ بزيرو. معاك الديسبليسمنت بكام؟ ب 80 سنتيمتر. بس طبعا انا هحولها ستاندرد فتبقى
0.8 متر وانت عايز التايم. قلت لك دايما لما بتتزنق في التايم في حاجه من دي بلجأ لقوانين الحركه، بس لازم يبقى معايا 3 حاجات عشان نلجأ لقوانين الحركه الثلاثه. فمن هنا بقى نبدأ ندرس الداينامكس بتاعتنا اللي احنا مستفيدين بيها او اللي احنا عارفينها. دول جسمين ودي مسألة بولي. مسألة البولي يا صديقي انت عندك الستة وعندك مين؟ وعندك الاتنين. الستة بيأثر عليها وزنها لتحت M1G لتحت، وبيأثر عليها تنشن لفوق T. والستة هتتحرك فين؟ هتتحرك لتحت لأن هي الأتقل، فيبقى اتجاه الحركة بتاع الفين لتحت، عامل سهم الحركة لتحت ويكتب عليه MA. أما بالنسبة للاتنين برضو بيأثر عليها وزنها لتحت، ودايما الوزن لتحت M2G، وبرضو بيأثر عليها تنشن لفوق. والاتنين هتتحرك ازاي؟ هتتحرك لفوق لأن ايه هي الأخف فتطلع لفوق، فنحط سهم الحركة بتاع لفوق ونكتب عليه MA. وندرس الجسمين مع بعض. ندرس الجسم ده اللي نزل لتحت، هنقول MA بتاعته بتساوي MA هتبقى 6 في ال A equal M1G اللي هي 6 في 9.8. لا بص، الماسس هنا كلها بالجرام، الماس بالايه؟ بالجرام. فانا هحط الاكسلريشن او الجي برضه هحولها من متر بير سكند لسنتيمتر بير سكند، يعني هتبقى 980 مش 9.8، هتبقى 980. فساعتها هو هيطلع لي الاكسلريشن بالسنتيمتر بير سكند سكوير. ماشي؟ فانا بقى احولها بقى في الاخر. طيب 6 في A بيساوي 6 في 980 ماينس مين؟ ماينس التنشن. ونفس الكلام هناخد بقى ايه؟ نحط معادلة الجسم ال2 هنحط 2 في A اللي هي MA بتساوي اي حاجة مع السهم بلس، اللي مع السهم هو التنشن، اي حاجة عكس السهم ماينس اللي هو M2G اللي هو 2 في 980. كنا بنعمل ايه؟ بنجمع المعادلتين مع بعض، 6A و 2A يعني 8A بيساوي التي هتكنسل التي، يبقى 6 في 980 ماينس 2 في 980. فمن هنا هنجيب الاكسلريشن هتطلع معانا بكام؟ هتطلع ب 490 سنتيمتر بير سكند سكوير. طبعا دي مش ستاندرد، طبعا هنحولها لمتر، فيبقى معايا الاكسلريشن ب 4.9 متر بير سكند سكوير. معاك 3 حاجات، معاك الفي نود، معاك الديسبيسمنت، معاك الاكسلريشن، تجيب مين؟ تجيب التايم اللي هما الاثنين اتحركوا فيهم مع بعض. استخدم انهي قانون؟ القانون الثاني طبعا. بيقول لك الاس بتساوي في نود تي بلس هاف 80 سكوير. تعال نعوض الاس بكام؟ ب 0.8. 0.8 ايكوال في نوت تي، في نوت بزيرو فده كله هيتكنسل، 0 في تي بزيرو يعني، بلس هاف في الاي اللي هي 4.9 في التي سكوير. فمن هنا اقدر اجيب التي، اعمل شيفت سولف، تطلع معايا ان التي بكام؟ 0.9 او 0.8 في 2 على 4.9 روت الكلام ده يديني ان التي هتطلع ب 4/7 seconds. من هنا نقدر نجيب التي هتطلع ب 4/7 seconds. يبقى على طول يا صديقي الانسر بتاعتك هي ايه؟ طيب في question number 12 هنا بيقول لي AB is a uniform rod. uniform يعني ايه؟ كلمة uniform rod يعني الويت بتاعه موجود في النص بالظبط، بيقسم الرود نصين. هو باين لي هنا اهو ده الويت 60 و60، يعني الرد كله كان طوله 120. ما علينا، هو قسمهم 60 و60 ليه؟ 10 و50 ادي 60 وال60 التاني. ماشي، فده الويت. قال لي ايه؟ ريستس يعني equilibrium، ريستس يعني ثابت on two supports، سند على سبورت عند سي وسند على سبورت عند ايه. بس انت زي ما انت عارف انا لما بسند على سبورت، السبورت ده ما يسكتش، ده لازم يطلع لي نورمال رياكشن، تعال نسميه ار سي، وهيطلع لي هنا برضو نورمال رياكشن تاني بما اني سندت على السبورت التاني، فهيطلع لي نورمال رياكشن تعال نسميه ار اي. احنا عندنا ار سي وار اي، رياكشن عند سي ورياكشن عند اي. بيقول لي if the greatest weight، اكبر weight that can be hinged at B، اعلى weight هعلقه من عند B making the rod about to rotate، making the rod ايه about to rotate about C is 8. اعلى ويت اعلقه من عند بي كام؟ 8. يعني هو جه من هنا من عند بي وقام معلق وزن، الوزن ده قد ايه؟ 8 نيوتن.
لما انا بقى علقت الوزن ده عند النقطه سي خلى الرود ماله، خلى الرود اباوت تو روتيت. يعني لما هو هيخليها اباوت تو روتيت حوالين سي، فساعتها بنلغي ايه؟ بنلغي الرياكشن البعيد. ليه؟ هو مايل الوزن ده تقيل شويه، فقام ايه؟ ملفف الرد كده شويه، فاصبح الرد مش ساند على النقطه ايه، الرد مال كده شويه، فما بقاش ساند على ايه؟ ما بقاش ساند على السبورت اللي عند ايه، الرد مال كده لفوق شويه، ما بقاش ساند على السبورت اللي عند الايه، فبالتالي ما بقاش فيه رياكشن عند الايه، لان الرياكشن ده بيجي نتيجه انك ساند على السبورت، خلاص ما بقاش فيه رياكشن عند ايه، لكن لسه فيه رياكشن عند سي عادي. حلو حلو. هو قال لي ايه؟ ان الرود ده ريستس. ريستس يعني ايه؟ يعني ايكوليبريم. وانا عارف ان في مسائل الايكوليبريم انا بشتغل بطريقه ما فيش غيرها، ان انا بجيب سمشن الفورسز في اتجاه الواي واساويهم بزيرو، وسمشن الفورسز في اتجاه الاكس واساويهم بزيرو، وان سمشن المومنت عند اي نقطه بيساوي زيرو. طيب هنا مفيش حاجه في اتجاه الاكس، يعني مفيش يمين وشمال، في فوق وتحت. يعني ايه سمشن اف واي بزيرو؟ يعني اللي فوق مجموع الفورسز اللي فوق بيساوي مجموع الفورسز اللي تحت، بما ان هو ثابت وهو ولا طلع فوق ولا نزل تحت، يبقى اكيد اللي فوق بيساوي اللي تحت. يبقى اللي فوق وانا فاضل عندي فوق بس الار سي بيساوي مين؟ بيساوي اللي تحت اللي هم 8 بلس الويت. دي اول معادله. الثانيه مش موجوده لان مفيش فورسز يمين وشمال. اخر معادله عندي هي ان مجموع المومنت عند اي نقطه بزيرو، فانا اروح احسب المومنت فين؟ عند السبورت هنا احسن، عشان الغي الار سي على طول واجيب الدبليو اللي هو عايزها. هو عايز الويت. احسب المومنت عند السبورت. المومنت عند السبورت او المومنت عند سي بيساوي كام؟ زيرو. عندي كام فورس؟ عندي فورسين، واحد لل8 وواحد للدبليو، ومجموع المومنت في الاخر بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. طيب ال8 هتتضرب في كام؟ ال8 هتتضرب في المسافه بينها وبين السبورت اللي هي كام؟ اللي هي ال50، يبقى 8 هتتضرب في 50. الويت هتتضرب في المسافه بينها وبين السبورت اللي هي الحته دي اللي هي 10. طب بيلفوا ازاي؟ تعالى نمسح كده عشان نشوف. بص يا صديقي، الويت دايما اصلا بيبص لتحت، فاحنا لو جينا نلف بالتمانية حوالين النقطة سي، فهمشي مع التمانية الأول، همشي لتحت والنقطة سي على يمينها، يبقى امشي لتحت وايه؟ وادخل يمين، امشي لتحت واطلع يمين، فانا كده بلف ايه؟ انتي كلوك وايز يعني بوزيتيف. لكن بص الويت، همشي لتحت والنقطة سي على شمالها، النقطة سي على شمال الايه؟ النقطة اللي نازل منها الويت، فانا هنزل لتحت وامشي شمال، تحت وامشي شمال، يبقى كده يا صديقي انا لفيت كلوك وايز، يبقى بالنيجاتيف. فمن هنا دي معادله كامله مفيش مجهول فيها غير مين؟ غير الويت، اقدر اجيبه. هنزل دي تبقى 5، يطلع الويت بكام؟ يطلع الويت ب 40 نيوتن. يبقى الانسر بتاعت حضرتك هي دي. طيب في question 13 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي a body of mass 5t plus 3 كيلو جرام where its time is in seconds، يعني الماس بالكيلوجرام والتايم بالسكندز، فكله ستاندرد. قال لي move with uniform velocity. انت عارف على طول ان اليونيفورم velocity دي معناها ان الاكسلريشن بكام؟ معناها ان الاكسلريشن بيساوي زيرو. وقال ان اليونيفورم velocity او سرعته الثابته اللي هو بيتحرك بيها دي بكام؟ ب 54 كيلومتر، او سوري هي دي كيلومتر اكيد، كيلومتر بير اور. 54 كيلومتر بير اور، بس انا ما بشتغلش بالكيلومتر بير اور، فانا هعمل ايه؟ هضرب في 5 اوفر 18 عشان احولها لمتر بير سكند. فاضرب ال 54 في 5 اوفر 18 يديني كام؟ يديني 15 متر بير سكند. طيب يقول لي then the magnitude of the force، عايز الفورس acting on the body، عايز يعرف الفورس بكام. بص يا صديقي، انت زي ما انت عارف هي الفورس بتساوي حاجه من الاثنين. حضرتك هتقول اكيد ان الفورس دلوقتي بتساوي ام ايه، ودي معلومه خطا. فورس مش دايما بتساوي ام ايه، فهتروح تقول ان الاكسلريشن بزيرو يعني ام في زيرو يعني الفورس بزيرو، ودي معلومه غلط، معلومه مغلوطه. الفورس في الاساس هي بتساوي ديريفاتيف المومنتم بالنسبه للتايم. ديريفاتيف مين؟ المومنتم بالنسبه للتايم. طب امتى اقوم كده؟ امتى اقول كده وامتى اقول كده؟ تقول ان الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن في حاله ان الماس كونستانت، حاله ان الماس ماله كونستانت ثابت. وامتى تقول ان هو ديريفاتيف المومنتم بالنسبه للتايم؟ في حاله ان الماس متغير فاريبل، يعني بيتغير مع الوقت. وحضرتك لو بصيت هتلاقيه هنا مديلك معادله الماس مالها فانكشن في التايم، يعني الماس بيتغير مع تغير التايم. فهنا الماس ماله فاريبل، يبقى حضرتك هتلجأ للطريق التاني عشان تقدر تجيب الفورس. الماس بيساوي 5t plus 3، عشان تقدر تجيب الفورس هتجيب المومنتم
ولو حضرتك فاكر المومنتم او الاتش ده كان بيساوي مين؟ كان بيساوي الماس في الفيلوسيتي. المومنتم كان بيساوي مين؟ الماس في الفيلوسيتي. فاروح عشان اجيب المومنتم الاتش الاول اضرب الماس بتاعي اللي هو مديها لي فوق معادله الماس اللي هي 5t بلس 3 في مين؟ في الفيلوسيتي. والفيلوسيتي هنا رقم ثابت بكام؟ ب 15. دخل ال 15 تتضرب هنا وهنا. 5 في 15 ب 75 t بلس 15 في 3 ب 45. يبقى هي دي المومنتم. انت بقى مش عايز المومنتم ده، انت عايز الفورس. فعشان تقدر تجيب الفورس هتروح تعمل للعلاقه دي كلها ديريفاتيف بالنسبه لمين؟ بالنسبه للتايم. فهجيب ديريفاتيف المومنتم بالنسبه للتايم يقوم مديني الفورس. ديريفاتيف المومنتم بالنسبه للتايم لو عملت العلاقه دي كلها ديريفاتيف بالنسبه للتايم هتلاقيه اداك 75 نيوتن، لان انا شغال كله ستاندرد. انت عايز ايه؟ عايز الفورس بالنيوتن، هو عايز الفورس في الاخر بالنيوتن، فتطلع الفورس معايا بكام؟ ب 75. في question 14 هنا يا شباب بيقول لي in the opposite figure ABCD is a rectangle. الأطوال مش قد بعض. قال لي ال AB ب6. فين ال AB؟ ال AB ده ب6 سنتيمتر طوله. طول ال AB ب6. حط الأطوال على الرسمة. وطول ال BC بكام؟ طول ال BC ب8. فالطول ده ب8. ماشي. مش محتاج أقول لك إنك كده عرفت طول الهايبوتنس بكام. ما أنت ممكن تقفش كده رايت أنجل تريانجل أهو، يبقى ده البيز وده الهايت. فمن بايثاغورس اقدر اجيب طول الهايبوتنس اللي هو روت ال6 سكوير بلس 8 سكوير يطلع بكام؟ يطلع ب10. فطول الدياجونال او طول الهايبوتنس اللي مرسوم قصادي ده بكام؟ طوله ب10. طيب انا ليه جبت طول الدياجونال؟ عادي انا اعرف اجيبه فجبته. ماشي ركز بقى معايا. بيقول لي the algebraic measure of the sum of the moment of all the forces about B is 88. يعني هو لما جه هنا عند النقطة اللي اسمها B دي، لما راح حسب المومنت عند البي طلع بيساوي كام؟ طلع بيساوي 88 نيوتن دوت سنتيمتر. الاطوال كلها بالسنتيمتر والفورسز بالنيوتن، فمش محتاجين نحول حاجه. عمل ايه بقى؟ هو راح حسب المومنت عند البي من نفسه وطلع بيساوي كام؟ طلع بيساوي 88. هو عايز يعرف الفورس اف دي بكام. فعشان اقدر اعرف الفورس اف، المعادله الوحيده اللي معايا اللي اقدر اجيب منها قيمه الفورس اف هي معادله المومنت. اروح انا بنفسي احسب المومنت عند البي واساويه بكام؟ واساويه ب 88. فنروح نحسب المومنت عند البي. يلا عندنا كام فورس؟ الاول هنروح نشوف البي في كام فورس بتعدي عليها. تعالى كده ادي البي الخمسه امتدادها بيعدي على البي، فهنلغي الخمسه دي. والسته دي برضو نازله لتحت فامتدادها برضو بيعدي على البي، فهنلغي السته دي. يتبقى كام فورس؟ يتبقى ال8 وال4 والاف. يبقى نفتح كام براكت؟ هنفتح 3 براكتات. وفي الاخر المومنت ده كله بيساوي كام؟ بيساوي 88 عشان هو قال لي الجبريك ميجر. طالما قال لي الجبريك ميجر يبقى 88، لكن لو قال لي ماجنتيود كان لازم احط احتمالين. طيب عندي كام فورس؟ فورس اسمها اف، وفورس اسمها 4، وفورس اسمها 8 او قيمتها 8. هضربهم في كام؟ كل واحده فيهم اضربهم في البربنديكولار ديستانس لحد البي. بص بقى معايا، عايز اضرب في مين؟ البربنديكولار لحد البي. انا هبدا بمين؟ هبدا بال8. ال8 فين؟ هعملها لك بالاحمر. ال8 اهي. فين البربنديكولار اللي ما بين البي وال8؟ هنزل بالخط الازرق كده من النقطه بي على الخط اللي انا عامله ايه ده. يبقى فين البربنديكولار؟ الطول ده، هو ده الطول البربنديكولار ما بين النقطه بي وما بين الفورس 8 اللي هو كام؟ اللي هو 8. يبقى ال8 هتتضرب في 8. ماشي؟ ده مبدئيا كده. طب هاخد مين بعدها؟ هاخد الفورس ال4. بص بقى ال4 فوق هرسمها لك بالاحمر، وانزل الطول اللي انا عايزه بالازرق. ابدا منين؟ دايما وانا بجيب الطول ببدا من النقطه اللي انا بحسب عندها المومنت. هبدا من عند البي وانزل بيربنديكولار كده على الخط الاحمر. فيبقى الطول البيربنديكولار ما بين الفورس ال4 والنقطه بي هو الطول ده اللي هو كام؟ اللي هو 6. فال4 تتضرب في 6. فاضل الاف. الفورس مين؟ اف دي. انا كنت دايما بقول لك لو عندك فورس على الدياجونال او لو عندك فورس على الهايبوتنس، فانت لو عايز تجيب البربنديكولار عليها على طول فكر في مين؟ فكر في اقليدس. على طول لو عايز تجيب البربنديكولار على الهايبوتنس هو اقليدس. هعمل ايه؟ ادي الفورس بتاعتي. هعمل لك زوم ان كده عشان تشوف. ادي الفورس اف بتاعتي اهي، رسمتها لك بالاحمر. وانا عايز اعمل ايه؟
انا عايز اجيب خط ينزل من النقطه بي وينزل بيربنديكولار على مين؟ على الفورس اف دي. الطول الوحيد اللي بينزل من 90 ديجري يعمل 90 ديجري، او الطول البربنديكولار على الهايبوتنس كنت بجيبه منين؟ من اقليدس. طب الطول بتاع اقليدس ده فكرني بيه عشان انا ناسيه. لو انا عندي تراينجل زي ده كده، والطول ده A والطول ده B والطول ده C، الهايبوتنس يعني C، فلو انا عايز اجيب الطول بتاع اقليدس اللي هو ده كان بيساوي مين؟ كان بيساوي A في B على C. كنت بضرب التو ليجز في بعض واقسم على مين؟ على هايبوتنس. عشان كده انا جبت الهايبوتنس من الاول. فالفورس اف دي هتتضرب في كام؟ الفورس اف دي هتتضرب في الطول بتاع اقليدس ده. الطول بتاع اقليدس هو بيساوي الطول ده اللي هو 6 في الطول ده اللي هو 8 على طول الهايبوتنس ده اللي هو مدولي بكام؟ اللي انا جبته او حسبته ب 10. حلو؟ انا كده جبت كل الاطوال. تعالى بقى نعمل ايه؟ نجيب كل الاشارات. احنا بنمشي على 3 خطوات: فورس، طول، اشاره. فورس، طول، اشاره. ركز بقى معايا. بص بقى وركز مع كل سهم. النقطه اهي، انا عايز احسب المومنت بتاع مين؟ الثلاثه دول. الفورس اف اهي ماشيه في الاتجاه ده والنقطه على شمالها، يعني انا امشي في الاتجاه ده وامشي شمال، يعني انا كده لفيت انتي كلوك وايز. فالفورس اف المومنت بتاعها بوزيتيف. ده الفورس اف. عندك مين كان مين تاني؟ الثمانية باصه لفوق، فانا همشي لفوق والنقطه على شمالها، فانا همشي لفوق وامشي شمال. فوق وشمال يعني انا لفيت برضو انتي كلوك وايز. دي الفورس الثمانية يعني بوزيتيف. تعالى الاربعه هي ماشيه يمين والبوينت تحتها، فانا همشي يمين وانزل تحت، همشي يمين وانزل تحت، يبقى انا لفيت كلوك وايز، يعني الاربعه اشارتها نيجاتيف. من هنا هتبص معايا مش هتلاقي عندك مجهول غير مين؟ مش عندك مجهول غير الاف. نعمل شيفت سولف نجيبه. بس تعالى نحسب ايه، نبسط على نفسنا الحسابات شويه. 6 في 8 على 10 ب 4.8، يبقى دي 4.8 اف ماينس 4 في 6 بكام؟ ب 24، يبقى ماينس 24 بلس 8 في 8 64 بلس 64، كل ده بيساوي 88. من هنا نقدر نجيب الاف. تطلع معايا الفورس اف بكام؟ تطلع معايا الفورس اف ب 8 سوري ب 10 نيوتن. ب 10 نيوتن. يبقى الانسر بتاعتنا سي. في سؤال رقم 15 هنا بيقول لي in the opposite figure AB is a uniform ladder. اللي قصادي ده سلم يونيفورم. يعني ايه يونيفورم؟ يعني الويت بتاعه او الوزن بتاعه نازل من النص بالظبط. هو ما ادانيش طول اللادر، وبما ان هو يونيفورم فانا هفرض طوله، بس يفضل ان انا افرض طوله ايه؟ 2L. لما افرض طول اللادر نفسه، هو قال لي الاي بي هو اللادر. حلو؟ لما افرض طول اللادر نفسه 2L، ده هيسهل عليا الحساب باني النقطه دي L و L. طب اشمعنى؟ اصل هو يونيفورم، فالويت فين؟ في النص بالظبط. فالويت بيقسم اللادر نفسه نصين، L و L. طيب قال لي rest with its end A on a rough horizontal ground. يعني هو سند على النقطة A دي، سند بيها على أرض. and its end B on a smooth vertical wall. والنقطة B سند على smooth vertical wall. أول حاجة احنا عارفينها إن بما إنك سندت على الأرض فالأرض مش هتسكت، دي هترد عليك إيه؟ هترد عليك بنورمال رياكشن سميه NA على طول perpendicular على الأرض. وبما إنك سندت على الحيطة فبرضه الحيطة مش هتسكت، فهترد عليك برضه بنورمال رياكشن سميه NB، وهيكون بيربنديكولار المره دي على مين؟ بيربنديكولار على الحيطه. يبقى الحيطه ليها رياكشن والارض ليها رياكشن. محدش يقول لي بقى ان عشان الارض رف فليها رياكشن والحيطه سموث فمالهاش رياكشن. لا، رف وسموث دي بتاعت ليها فريكشن ولا لا؟ احنا هنا بنتكلم عن فريكشن، لكن كده كده بما انك سندت على حاجه فيها ليها رياكشن. ليها فريكشن ولا لا؟ ده حاله سموث ولا رف. طيب الارض رف فالارض ليها فريكشن، لكن الحيطه سموث يعني الحيطه مالهاش فريكشن. تعال نكمل. قال لي ايه بقى؟ بيقول لي if the coefficient of static friction الميو، يعني الcoefficient of static friction between the ladder and the ground، ما بين الارض والجراوند، ما بين الارض والسلم كام؟ 1/3. يعني هو هنا من الاخر بيديني الميو بتاعت الارض بكام؟ 1/3. وبيقول لي if the ladder is about to slide، هو عايز يعرف تاني الثيتا بكام. مين ثيتا دي؟ ثيتا دي هي الانجل اللي ما بين اللادر والهوريزونتال. هو عايز يعرف تاني الثيتا دي كده بكام. ركز بقى معايا. عشان اعرف تان ثيتا بكام
والجسم اللي قصادي ده ماله؟ الجسم اللي قصادي ده ساند ريست، يعني هو ايكوليبريم. يعني دي مسألة ايكوليبريم بتاعت الأرض والحيطة اللي أنا كلمتك عنها كذا مرة. الجسم اللي قصادي ده ثابت اتريست. فأنا دايما بترجم الكلام ده لثلاث معادلات: إن سميشن الإف أو الفورسز في اتجاه الواي بزيرو، سميشن الفورسز في اتجاه الإكس بزيرو، وإن سميشن المومنت عند أي نقطة بزيرو. بس إحنا كنا متعودين نشتغل بطريقة معينة، يمين بيساوي شمال وفوق بيساوي تحت والمومنت عند أي نقطة بزيرو. بس قبل ما أعمل كده كنت الأول بروح احط الاربع انواع من الفورسز على الجسم، الاربع انواع من الفورسز اللي احنا درسناهم. احنا عندنا كام نوع من الفورسز؟ 4. اولا الويت بتاع الجسم، والويت هو راسمهولي ومنزلهولي في النص بالظبط. ثانيا الرياكشنز بتوع الارض والحيطه والسبورتس، انت هنا ساند على ارض وحيطه وانا حطيت الاثنين رياكشنز بتوعهم. ثالثا الاكسترنال فورس، وهنا ما ذكرليش اي اكسترنال فورس، اي فورس خارجيه ما ذكرهاش. ورابعا هو الفريكشن، والفريكشن يا صديقي دايما كنت بحطه بعد ما اعرف اتجاه الحركه المتوقع. بعد ما اعرف اتجاه الحركه المتوقع. هو قال لي ان اللادر اباوت تو سلايد، يعني هيتزحلق في الاتجاه ده، يبقى ساعتها الفريكشن اللي ما بين اللادر والارض يبقى فين؟ عكس اتجاه الحركه المتوقع، يبقى شمال كده. انا هتزحلق فهتحرك يمين، هتحرك في الاتجاه ده، يبقى الفريكشن فين؟ شمال. طب قيمته ميو مضروبه في الان، بس مش اي ان، الان ايه؟ اشمعنى؟ اصل ده فريكشن الارض، فلازم انا احط رياكشن الارض. طيب سميشن اف واي بتساوي زيرو، دي كنت بترجمها ايه؟ ان مجموع الفورسز اللي فوق بيساوي مجموع الفورسز اللي تحت. يلا مين فوق؟ مفيش فورس بتاثر لفوق غير الان ايه، يبقى الان ايه بتساوي الفورس اللي بتاثر تحت اللي هي مين؟ الدبليو. يبقى اللي فوق بيساوي اللي تحت. طيب وبعد كده سميشن اف اكس بيساوي زيرو، يعني اليمين بيساوي الشمال، اليمين بيساوي الشمال. عندي يمين الان بي وعندي شمال الميو ان ايه، فالان بي بتساوي مين شمال؟ ميو في الان ايه. تعال نعوض باللي احنا عارفينه. الميو انا عارفها بكام؟ ب 1 اوفر 3. طب والان ايه؟ الان ايه من المعادله الاولى هنا الان ايه بتساوي الدبليو، فانا هسميها 1 على 3 فين؟ في دبليو من الاخر يعني، او 1 على 3 في ان ايه، مش هتفرق. تالت حاجه ان سميشن المومنت بكام؟ بزيرو. بس احنا اتفقنا في حاله الارض والحيطه احنا بنروح نحسب المومنت فين؟ بنروح نفضل نحسب المومنت عند الارض، لاني لما بحسب المومنت عند الارض في حاله الارض والحيطه ساعتها بلغي الفريكشن وساعتها بلغي الرياكشن، ما يتبقاليش غير 2 فورسز بس، بلغي فورسز اكتر. فراح احسب المومنت عند الارض عند النقطه ايه واساويه بزيرو. ركز بقى معايا كده، الغي ده والغي ده والغي ده والغي ده والغي ده. عندنا كام فورس؟ عندنا فورسين، 2 بس. اللي فاضلين هحسب لهم مومنت، لكن مش عندنا 2 فورسز توتال. عندنا كام فورس؟ 2. فاروح فاتح براكتين، واحد للفورس دبليو وواحد للفورس مين؟ ان بي، فورس ان بي. بس انا مش هحطها ان بي بقى، انا هحطها بدلاله الدبليو. الان بي احنا اللي جايبينها من المعادله هنا انها بتساوي مين؟ 1 على 3 دبليو. فالان بي اللي هي 1 على 3 دبليو. ومجموع المومنتس في الاخر بيساوي كام؟ زيرو، لان المومنت عند الاي بيساوي زيرو عشان دي مساله ايكوليبريم، المومنت عند اي نقطه بيساوي زيرو. تعالى بقى نشوف الاطوال بتاعتنا. انا عايز احسب المومنت فين؟ عند الاي. طيب فين الفورس اللي انا عايز احسب لها مومنت؟ تعالى نبدا بالدبليو. الدبليو هي دي. يبقى حضرتك عايز تضرب في البربنديكولار ديستانس من النقطه A لحد الدبليو، اللي هي الطول اللي انا عامله لك بالاسود دلوقتي، اللي هو الطول ده. انت عايز تعرف الطول ده بكام؟ اصل هو ده الطول البربنديكولار اللي بينزل من النقطه A على مين؟ على الدبليو. اللي بينزل من النقطه A على الدبليو. طب الطول ده احسبه ازاي يا صديقي؟ ركز بقى معايا. الطول ده هقفش التراينجل اللي قصادي ده، اروح ضارب الهايبوتنس في كوساين الانجل سيتا دي، لان هو لازق في السيتا. اللي لازق في السيتا ده دايما بياخد ايه؟ كوساين. فيبقى الطول ده هيبقى مين؟ هو عباره عن ال كوساين الثيتا. ال كوساين الثيتا ده بتاع الدبليو. طب الطول بتاع الان بي، الان بي هرسمها لك بالاحمر، همديها لك بالاحمر او همديها لك بالبنفسجي ده الان بي. فحضرتك هتبدا من النقطه A وننزل بيربنديكولار على الان بي، يعني احنا عايزين الطول ده من النقطه A للان بي، هو الطول ده اللي هو الطول ده برضه. فاروح اقفش ايه؟ التراينجل. بس انهي تراينجل؟ هقفش بقى التراينجل الكبير كله. الانجل دي سيتا زي ما هي، وفي التراينجل الكبير ده كده الهايبوتنس فيه هو اللي قصاد ال 90 ديجري اللي هو 2 ال ده الهايبوتنس. وهنا الطول اللي انا عايزه هو قصاد السيتا، فيبقى ده ياخد ساين. فعشان
اجيب الطول بتاع الان بي، هروح ضارب الهايبوتنس اللي هو 2 ال في مين بقى؟ في ساين الثيتا. اضرب الهايبوتنس في ساين الثيتا يديني اللي قصادها. طب بيلفوا ازاي؟ الدبليو دي بتلف انتي كلوك وايز، لكن الان بي بتلف كلوك وايز. يبقى الدبليو بوزيتيف والان بي نيجاتيف. ركز كده بقى معايا. فالمعادله اللي قصادي دلوقتي ان دبليو مضروبه في ال كوساين الثيتا ماينس 1 اوفر 3 دبليو مضروبه في 2 ال ساين الثيتا، كل ده بيساوي كام؟ كل ده بيساوي 0. قلت لك وعودتك دايما ان المعادله دي لما يبقى معاك معادله زي كده وكل ترم فيها في دبليو وكل ترم فيها في ال، فهنعمل ايه؟ ديفايدد ال ودبليو، ديفايدد ال ودبليو. فلما اعمل ديفايدد دبليو، الدبليو يكنسلوا بعض، وديفايدد ال تتكنسل، فيتبقى مين؟ يتبقى ان كوساين الثيتا ماينس 1 اوفر 3 مضروبه في 2 تبقى ماينس 2 اوفر 3، 1 اوفر 3 في 2 ساين ثيتا. كل ده بيساوي كام؟ كل ده بيساوي 0. ونروح عاملين الايكويشن كلها ديفايدد كوساين ثيتا. برضو لما كان بيبقى عندي ايكويشن فيها كوساين وساين، عودتك دايما تعملها في الاخر ديفايدد مين؟ ديفايدد كوساين. فلما اعمل ايكويشن ديفايدد كوساين، كوساين ديفايدد كوساين يتبقى 1 ماينس 2 اوفر 3 ساين ثيتا على كوساين ثيتا يتبقى كام؟ يتبقى تان ثيتا. كل ده بيساوي كام؟ كل ده بيساوي 0. ودي ده هناك بعكس الاشاره، يبقى 2 اوفر 3 تان ثيتا بيساوي كام؟ بيساوي 1. انت عايز مين اصلا في المساله؟ انا عايز تان ثيتا. يبقى تخلص من الكوفيشنت ده توديه هناك بالايه؟ بالديفايدد. يبقى على طول تان ثيتا تطلع بتساوي كام؟ تساوي 1 على 2 اوفر 3، يعني 3 اوفر 2، ويطلع هو ده الانسر اللي انا عايزها. وعايز ايه؟ عايز تان الثيتا، يبقى الانسر سي على طول. طيب في question رقم 16 هنا يا شباب بيقول لي ايه؟ بيقول لي in the opposite figure A and B are 2 points lie on the line of the greatest slope of an inclined plane. عندي نقطتين، نقطة اسمها A ونقطة اسمها B، موجودين على اللاين of the greatest slope على inclined plane مايل بانجل ثيتا. طيب where the plane is inclined to the horizontal by an angle theta. حلو، البلين بتاعي ده مايل على الهوريزونتال بانجل ثيتا. بيقول لي انا عندي a body of mass 200 جرام. دي طبعا مش هشتغل بيها لانها مش ستاندرد، فهحولها لكيلوجرام. هي 200 جرام، فاروح ضاربها في 10 باور نيجاتيف 3 عشان احولها لكيلوجرام، تبقى الماس ب 0.2 كيلوجرام. ماشي. بليس وضع يعني هو بدأ بسرعة كام؟ بدأ حياته بسرعة 0. طالما انا حطيته على البلين يعني انا وضعته على البلين، يعني الفي نوت بتاعته ب0. بليس ده ات A، اتحط عند النقطة A دي. ركز كده بقى معايا. الجسم ده لما اجي احطه عند النقطة A، زي ما انت فاكر في اي مسألة inclined plane، كنت على طول بعمل حركة تلقائية لا إرادية. اول حاجة بعمل ريزوليوشن للويت. في هنا ايه؟ في هنا ام جي كوساين الثيتا، وفي هنا ايه؟ في هنا ام جي ساين الثيتا، وفي فوق النورمال رياكشن بتاع البلين. على طول كده ده حركه لا اراديه. الثلاثه فورسز دول بحطهم على الايه؟ على الجسم من غير ما افكر. يقول لي الجسم ده بليزد ات النقطه A and slide until it reach B. يعني هو اتحرك من A ل B، اتحرك المسافه دي تعال نسميها S، من A ل B. ماشي. with velocity 4 متر per second. قال لي ايه؟ قال لي ان هو اتحرك من A وصل B reaches B with velocity 4 متر per second. يعني هو وصل لسرعه عند B بكام؟ 4 متر per second. ماشي، برضو ستاندرد. يقول لي the vertical distance between A and B equal 1 متر. فين الفيرتيكال ديستانس ما بينهم؟ تعالى كده اسحب خط. فين الفيرتيكال ديستانس؟ هو يقصد انهي مسافه؟ هو يقصد الفيرتيكال ديستانس ما بين A و B، اللي هو الحته اللي انا هرسمها بالاحمر دي. هو من الاخر كانه بيقول لي ان المسافه دي كده 1 متر. تعالى بس كده ايه؟ نعمل حاجه بسيطه. هو اتحرك المسافه اس دي. اوريك حاجه صغننه كده. لو حضرتك خدت بالك هتلاقي ان الانجل دي سيتا زي الانجل دي. اصل الفيرتيكال ديستانس هي المسافه الرئيسيه من A لحد البي، اللي انا هنزله من A لحد البي فيرتيكالي كده، فيرتيكالي هي المسافه دي، هي دي ال1. وانا اصلا اتحركت المسافه الفعليه دي اللي هي الاس دي. هتلاقي ان انت عندك رايت انجل تراينجل، في الهايبوتنس هو الاس، وفي الهايت بتاعه هو الايه؟
ال1 متر ده. فلو انا حبيت اجيب ساين الثيتا في اي لحظه، ساين الثيتا هو عباره عن مين؟ ساين الانجل دي هو عباره عن اوبوزيت على الهايبوتنس، يعني عباره عن 1 على اس. 1 ده الاوبوزيت والاس هي مين؟ الهايبوتنس. تعالى بقى نكمل. بيقول لي ايه بقى يا باشا؟ بيقول لي ان الفيرتيكال ديستانس ما بين A و B is 1 meter then the work done against resistance. يعني هو من الاخر هو عايز work resistance بس هاخده بالايه؟ بالبوزيتيف. عايز الورك done against resistance during this interval. عايز الورك اللي عملته during this interval، الريزيستنس عملته during this interval. فهو اعترف ان في ريزيستنس. طيب هو الجسم هيحصل له ايه؟ هيسلايد يعني هيتزحلق يعني اتجاه حركته لتحت، فاحط سهم الحركه بتاعه لتحت واكتب عليه ام ايه. يبقى انا دلوقتي حددت اتجاه الحركه. وانس اني بحدد اتجاه الحركه بعدها على طول بروح محدد اتجاه الريزيستنس. اصل اتجاه الريزيستنس ده او قيمه الفورس بتاعت الريزيستنس دي ما بحطهاش غير بعد ما بعرف الجسم هيتحرك ازاي. وبما انه هيتزحلق يبقى الريزيستنس هتبقى لفين؟ الريزيستنس هتبقى لفوق. حلو؟ هل في اي فورس ثانيه بتاثر على الجسم؟ لا، مفيش اي فورس ثانيه ذكرها بتاثر على الجسم. تعالى بقى نركز كده معايا. بيقول لي ايه حضرتك؟ انا عندي هنا طريقين اقدر امشي بيهم. الطريق الاول هو ان انا استخدم قوانين الانرجي، لان هو عايز الورك بتاع الريزيستنس او الورك اجينست ريزيستنس. فده الطريق الاولاني، ان انا استخدم ايه؟ قوانين الانرجي. والطريق الثاني ان انا استخدم قانون نيوتن والكلام الجميل ده كله. فركز معايا، انا هبدا بالطريق الاولاني اللي هو انا استخدم قانون نيوتن. كده كده انا بما اني حطيت الفورسز على الجسم فاروح ادرس نيوتن، يعني هدرس قانون الام اي. ام اي بتساوي زي ما انت عارف اي حاجه بتيجي مع سهم الحركه بحطها بالبوزيتيف. في مين معايا؟ في ام جي ساين ثيتا. ام جي ساين ثيتا ده مع السهم. وفي ايه عكس السهم؟ في عكس السهم نيجاتيف ار. حلو؟ حلو. طيب ده كده قانون نيوتن. لو انا دخلت دلوقتي على قانون الانرجي، في قانون مهم جدا انا كنت بستخدمه وينفع استخدمه في كل المسائل، ان التي ماينس التي نود ايكوال مين؟ ايكوال التوتال وورك. طب اشمعنى استخدمت القانون ده؟ اولا عشان في ريزيستنس، ثانيا عشان انا معايا الفي نود والفي. يعني انا معايا التي نود، معايا التي ومعايا التي نود من الاخر. اصل التي اللي هي الكاينيتيك انرجي اللي هي بتساوي هاف ام في سكوير، فانا هي معتمده بشكل كبير على مين؟ على الفيلوسيتي. فبما ان معايا السرعات يبقى استخدم القانون ده على طول. فركز كده بقى معايا، انا هعوض هنا في القانون. تي اللي هي هاف ام معايا، هو اداني الماس بتاع الجسم معايا هاف ام في مين؟ في الفي سكوير. يعني هاف ام في الفي سكوير ماينس التي نود، يعني هاف ام في الفي نود سكوير. ده بيساوي مين؟ التوتال ورك. التوتال ورك اللي احنا عارفينه دايما ان هو الماس في الاكسلريشن في الاس. ام اي اللي هو التوتال فورس او الريزلتنت فورس مضروبه في مين؟ في الديسبيسمنت. فالتوتال ورك بيساوي مين؟ ام اف اس. وانا مش هحط ام اي، انا بحط دايما اللي بيكافئ ام اي اللي هو الكلام الجميل ده كله اللي هو عباره عن ام جي ساين ثيتا ماينس الار. ماشي؟ مضروب في مين بقى؟ ده الام اي مضروب في مين؟ مضروب في الاس. ركز كده بقى معايا. تعال نعوض باللي احنا عارفينه. هاف في الام اللي هي ب 0.2 في الفي اللي وصل لها بس سكوير اللي هي الفي 2 اللي هي 4 سكوير ماينس هاف في الام في الفي نود سكوير، والفي نود بزيرو يعني الجزء ده كله بكام؟ بزيرو. خلاص. ايكوال ام في جي في ساين ثيتا. ركز كده بقى معايا، الام معايا ب 0.2 في الجي اللي هي 9.8 في ساين الثيتا، وانا من فوق عارف ان ساين ثيتا بيساوي مين؟ بيساوي 1 على اس. ساين ثيتا بتساوي 1 على اس. انا مش عارف الاس لحد دلوقتي. ماينس الار اللي انا مش عارفها. كل ده مضروب بره في مين؟ في اس. دخل الاس دي كده تتوزع تتضرب هنا وهنا. بص كده بقى ايه اللي هيحصل. الكلام ده تعالى نحسبه على الكالكوليتر. هاف في 0.2 في 4 سكوير يديني مين؟ يديني 8 اوفر 5. يبقى 8 اوفر 5 ايكوال. دخل الاس تتضرب هنا فتلاقي الاس كنسلت الاس فيتبقى 0.2 في 9.8 ماينس مين بقى؟ الار هتتضرب في مين؟ في الاس برضه. يبقى ماينس ار
في اس. ركز كده بقى معايا. هو مين الورك بتاع الريزيستنس؟ ورك ريزيستنس هو دايما نيجاتيف ار في اس. طب مين الورك اجينست ريزيستنس؟ اللي هو الار في الاس نفسها. انا هسمي الورك اجينست ريزيستنس اللي هو الار في الاس اللي انا عايزها هسميها اكس، واروح اعرف الاكس دي بكام، يبقى انا كده عرفت اللي هو عايزه. يبقى 8 على 5 ده بيساوي مين؟ بيساوي 0.2 في 9.8 ماينس الاكس. ده كله هو الورك اللي انا عايزه. انا ولا عايز الار لوحدها ولا عايز الاس لوحدها، انا عايز ده كله بكام؟ يبقى ماينس الاكس. فمن هنا هجيب الاكس، اعمل شيفت سولف عشان اجيب الكلام ده. 0.2 في 9.8 ماينس 8 اوفر 5 يطلع معايا بكام؟ يطلع معايا ان الورك اجينست ريزيستنس ب 9 اوفر 25 نيوتن دوت متر او جول، يعني نيوتن دوت متر اللي هي جول. ده الورك اجينست ريزيستنس. هو عايزه بالجول. 9 اوفر 25 ده بكام؟ ب 0.36. يعني الانسر دي. جميل. طيب تعالى معايا بقى ل question 17. في question 17 بيقول لي انا عندي a body moved in a straight line under the effect of a variable force. الفورس بتاعتي متغيره. هو مديني الفورس نفسها function في الديسبيسمنت. الفورس بتساوي e باور 2s او ممكن اقول e باور 2x، مش هتفرق. بس هو هنا اداني الفورس مالها بتساوي فانكشن في الديسبيسمنت. وانا كنت دايما بقول لك انت لما تشوف المنظر ده خليك عارف حاجه. الورك يا صديقي بيساوي انتجريشن الفورس بالنسبه للديسبيسمنت. امتى الجا للقانون ده؟ لما تلاقي ان الايه، هو القانون ده ينفع دايما، بس لما تلاقي ان الفورس فانكشن في الديسبيسمنت الجا للقانون ده. وانا راهنك بكل فلوسي ان هو هيطلب هنا الورك. تعال نكمل. والله ما قريت. بيقول لك ايه؟ بيقول لك وير اكس ان متر، اكس او الاس يعني ان متر، then the work done. والله ما قريتها، بس بما انه هو اداني الفورس فانكشن في الديسبيسمنت فاكيد هيطلب الورك، لان الحاله الوحيده اللي بديك فيها الفورس فانكشن في الديسبيسمنت بروح اطلب الورك، وانت تبقى عارف ان الورك هو انتجريشن الفورس بالنسبه للديسبيسمنت. ماشي. هو بيقول لي ايه بقى؟ then the work done by this force when it move from s equal 0 to s equal log للبيز e للفور. هو مين لوج للبيز اي للفور ده؟ لوج للبيز اي للفور ده من الاخر يعني من الكالكولس احنا عارفين ان هو لين 4. انا عايز الايه؟ طالما اللوج للبيز بتاعها ايه هي اللين، ماشي، بس هو بيضحك عليك يعني بيخدعك. يبقى انا دلوقتي يا صديقي هستخدم القانون بتاعي ده عشان اقدر احسب الورك اللي هو عايزه. هو عايز يحسب الورك من 0 للين 4. فاستخدم القانون ان الورك بيساوي ديفينيت انتجريشن لمين؟ للفورس بتاعتي، والفورس هنا بتساوي e باور 2s بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاس. من كام لكام بقى؟ هو عايز يحسب الورك من 0، من اس ب 0 لاس بلين 4، من 0 للين 4 من الاخر. طب الكلام ده هحسبه مانيوال؟ لا، انا كده كده هحسبه على الكالكوليتر. اروح اشوف الكلام ده على الكالكوليتر بيساوي كام. ديفينيت انتجريشن لاي باور 2s او اي باور 2x من كام؟ من 0 للين 4، والكالكوليتر تحسبها لي. يطلع بكام؟ يطلع ب 15 اوفر 2 اللي هي 7.5 جول. ده مين ده الورك؟ يبقى الورك بتاعي من 0 لين 4 بكام؟ ب 7.5. وخليك عارف حاجه كمان برضو، انا دايما يا اما بديك الفورس فانكشن في الديسبيسمنت يا اما الفورس فانكشن في التايم. لما اديك الفورس فانكشن في الديسبيسمنت تبقى انت عارف ان الورك هو الانتجريشن بتاع الفورس بالنسبه للديسبيسمنت، ولما اديك الفورس فانكشن في التايم تبقى انت عارف ان الورك، لا، تبقى انت عارف ان الامبلس يساوي انتجريشن الفورس بالنسبه للتايم. ده انديكيت يعني ان انت هتستخدم الانتجريشن، بس ده لما اديك ديسبيسمنت يبقى انت هتحسب ورك، لما اديك بالنسبه للتايم يبقى انت هتحسب امبلس على طول. طب ركز معايا بقى في سؤال 18. في سؤال 18 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي if the line of action of this force، هو مديني الفورس بتاعتي as a vector بكام؟ ب 2 و 3، 2 في الاي و 3 في الجي. بيقول لي ان اللاين اوف اكشن بتاع الفورس ماله بيبايسكت البي سي. دي البروبرتيز. ادي الفورس اهي، وادي البي سي. الفورس مالها بتقطع البي سي نصين، يعني الفورس من الاخر بتعدي بالميد بوينت. ما هو بيبايسكت يعني بينصف البي سي. كلمه بيبايسكت يعني بيقطعها نصين، فالفورس عدت فين؟ في الميد بوينت.
ما بين مين ومين؟ ما بين بي وسي. الفورس بتبايسكت البي سي، واداني النقطه بي. النقطه بي مالها؟ قال لي ان النقطه بي دي هي 3 و1، وقال لي ان النقطه A is the midpoint of BC. يعني النقطه A هي النقطه دي اللي هي كام وكام؟ 4 والنيجاتيف 3. ركز بقى، ده سؤال حلو قوي. من الاخر يا صديقي، طالما هو اداك الميد بوينت، يعني هو قاصد يديك اكشن بوينت. اشمعنى؟ اصلا انا عارف في حاله ان هو الفورس بتبايسكت، يعني هي بتباس ثرو مين؟ بتباس ثرو الميد بوينت، بتعدي بالميد بوينت. فهو هنا بيديني الاكشن بوينت بس بطريقه غير مباشره. يعني هو مديني الاكشن بوينت بتاع الفورس بتاعتي اللي هي 4 ونيجاتيف 3. ماشي. قال لي ان الايه هي الميد بوينت بتاع البي سي، then the moment of the force about C. كان في حاجه برضو او ثيوري مهمه جدا كنا بنقولها في الاستاتيكس دايما، ان بما ان الفورس بتبايسكت البي سي، يبقى احنا عارفين حاجه مهمه جدا، ان المومنت عند البي نيجاتيف المومنت عند السي، او العكس، يعني المومنت عند السي نيجاتيف المومنت عند البي، الاثنين حاجه واحده. هو عايز ايه؟ هو عايز المومنت اباوت النقطه سي، بس انا عشان اجيب المومنت عند النقطه سي لازم يبقى معايا النقطه سي. في ناس كتير هتروح تعمل ايه؟ تروح تجيب النقطه سي نفسها. يعني هو هيقول ان اصلا النقطه A دي هي بتساوي B بلس C على الاثنين، ده قانون الميد بوينت عادي. فيروح يحسبها عادي. النقطه A معايا ب 4 ونيجاتيف 2 بتساوي مين؟ B اللي هي كام؟ 3 و1 بلس C اللي انا مش عارفها، هفرضها X و Y على الاثنين. فمن هنا هيبقى عنده معادلتين في مجهولين، ان الفور دي اللي هي الاكس بتاعت النقطه بتساوي اكس بلس اكس على الاثنين، يعني بتساوي 3 بلس اكس على الاثنين، فاجيب من هنا الاكس، وان النيجاتيف 2 بتساوي واي بلس واي على الاثنين، فاجيب الاكس واجيب الواي. لكن انا مش هستخدم الطريقه دي، انا هي معايا اوبشن صح عشان اجيب النقطه سي. انا عندي يا باشا ما بحبش النقطه دي او الكلام ده، لانه بيكون شبه ايه اللي هو ودنك منين يا جحا يا حبيبي. ما هو انت ممكن تقدر تروح تحسب المومنت عند البي وتضربها في نيجاتيف 1. اصل الثيوري بتقول لي كده، ما انا لازم استغل الثيوري دي في حاجه، ان طالما هي الفورس بتبايسكت البي سي، يبقى من الاخر انا ممكن استغنى عن السي واحسب عند البي، بس اضربها في ايه؟ اضربها في نيجاتيف 1. فانا من الاخر اروح احسب المومنت عند مين؟ عند البي. وبما اني مديك الفورس فيكتور، يبقى انت هتحسب المومنت فيكتور اللي هي ايه؟ ار كروس اف. فالار هي كانت بتساوي مين؟ في ديترمينانت على طول، الار كانت بتساوي مين؟ الار كانت بتساوي الاكشن بوينت ماينس المومنت بوينت. انا باكت على مين؟ انا باكت على النقطه ايه اللي هي 4 ونيجاتيف 3، هعملها ماينس المومنت بوينت او النقطه اللي انا بحسب عندها المومنت اللي هي كام؟ اللي هي 2 و 3. 4 ماينس 2 ب 2، ونيجاتيف 3 ماينس 3 بنيجاتيف 6. ده كده الار، هحطها فوق كروس الاف اللي هي كام؟ اللي هي 2 و 3. انا بس غلطت في حاجه، هي الاف مش 2، البي مش 2 و 3، البي هي 3 و 1. انا اسف، البي هي 3 و 1. يطلع الار مختلفه، هنعمل 4 ماينس 3 ب 1، ونعمل نيجاتيف 3 ماينس 1 بنيجاتيف 4، ونروح ضاربين ده في ده ماينس ده في ده. يبقى المومنت هيطلع 1 في 3 ب 3 ماينس ده في ده، يبقى بلس 4 في 2، يبقى 3 بلس 8 يعني 11 في اتجاه الكي. يطلع المومنت هي طلعت عند البي بنيجاتيف ب 11، عند البي طلعت ب 11. انت تعمل ايه بقى؟ تضربها في نيجاتيف 1. يعني هي طلعت عند البي ب 11، ما احنا قايلين ان هنحسب عند البي ونضربها في نيجاتيف 1، فكده المومنت عند السي بكام يا صديقي؟ بنيجاتيف 11 بقى. يبقى الانسر مش دي، الانسر ليست دي، وانما الانسر ايه في اتجاه الكي برضه. اتفقنا؟ طيب نيجي لسؤال 19 عندنا هنا، هو اول سؤال في الاساي. بيقول لي in the opposite figure if the resultant act at M where M belong لل AD line segment. يعني ال M موجوده جوه ما بين ال A وال D جواهم. هو الريزلتنت بيعدي بتاع الفورسز دي كلها بيعدي عن نقطه اسمها M. انا هفرضها في نقطه عشوائيه، نقطه هنا كده اسمها M، بيعدي عليها الريزلتنت. وبما ان الفورسز كلهم في نفس الاتجاه، يعني الريزلتنت بتاعهم هيساوي مجموعهم سمشن الفورسز بتاعتهم اللي هو كام؟ اللي هو 3 بلس 4 بلس 1 بلس 2. هجمع كل الفورسز عشان اجيب قيمه الريزلتنت نفسه. ادي 7 7 و3 يبقى 10، يعني الريزلتنت نفسه قيمته كام؟
10 نيوتن او 10 على حسب ايه الفورس بتتقسم بالايه، بس هم مش مديني هنا الفاليو بتاعتها. فقيمه الريزلتنت نفسها ب 10. طب اتجاهه فين؟ بما ان كلهم اتجاههم لتحت يبقى اكيد الريزلتنت هيبقى في نفس اتجاهه، يبقى الريزلتنت برضه هيبقى لتحت وقيمته كام؟ قيمته 10 نيوتن. ماشي. هو قال لي ايه بقى؟ قال لي ان هو بيأكت على نقطه اسمها ام وير اي ام بكام؟ اي ام ب 13. المسافه ما بين A والنقطه ام اللي الريزلتنت بيأكت عليها بكام؟ ب 13، ب 13. حلو، المسافه دي كده 13. طيب find the value of x. هو عايز يعرف الطول ده، طول بي سي ده بكام؟ عايز يعرف الاكس دي بكام. بص يا صديقي، طالما دول كذا parallel forces many parallel forces، فكان في قانون مهم جدا كنت بستخدمه دايما. القانون بيقول لحضرتك ايه؟ انك لو رحت حسبت المومنت عند اي نقطه بالنسبه للفورسز لوحدها، تقدر تروح تساويه بمين؟ بالمومنت عند نفس النقطه بس بالنسبه لايه؟ للريزلتنت الواحده. بمعنى ان انا مثلا لو رحت اخترت النقطه ايه دي وحسبت عندها المومنت، بس هحسب عندها المومنت بالنسبه للفورسز لوحدها. يعني انا مش شايف الريزلتنت، مش شايف ال10 دي وانا بحسب المومنت. الرقم اللي هيطلع من هنا اساويه بمين؟ اساويه بالمومنت عند نفس النقطه اللي هي ايه، بس بالنسبه للريزلتنت لوحدها. تعالى بينا نعمل الكلام ده. راح احسب المومنت عند ليه بالنسبه للفورسز. يعني انا دلوقتي مش شايف الريزلتنت، انا دلوقتي ايه؟ مش شايف الريزلتنت، فاغطي الريزلتنت كده كاني مش شايفه. نحسب لمين؟ عندنا كام فورس؟ تعالى نمسح كده. عندنا 4 فورسز اهو. ركز كده معايا. الريزلتنت فين؟ الريزلتنت اهو. احنا بقى نحسب فين؟ عند الايه. عندنا كام فورس؟ عندنا 1 2 3 4. افتح 4 براكتات؟ لا، ما هي الثلاثه بتعدي على الايه فهلغيها. فافتح كام براكت؟ هفتح 3. واحد للاربعه، وواحد للفورس 1، واحد للفورس 2. كل ده بقى بيساوي مين؟ بيساوي مومنت الريزلتنت لوحدها. يعني وانا بحسب هنا انا مش شايف الفورسز كلها، انا مش شايف الفورسز، انا مش شايف غير مين؟ الريزلتنت. مش شايف غير ال10 بس. يعني انا لا شايف ال3 ولا شايف ال4 ولا شايف ال1 ولا شايف ال2، انا مش شايف غير مين؟ الفورس 10 بس. فافتح براكت لل10 واضربها في البربنديكولار ديستانس برضه. تعال بقى نجيب البربنديكولار بتاع ايه كل واحده منهم. الفور المسافه بينها وبين الايه كام؟ الحته دي اللي هي 10، يبقى الفور هتتضرب في 10. طب الواحد هتضرب في المسافه دي كده كلها، اللي هي الحته دي كده كلها. طب الحته دي كام؟ هي الحته دي 10 والحته دي اكس، يبقى لما اجمع الاثنين يبقى 10 بلس اكس. ماشي؟ ماشي. طيب فاضل مين؟ فاضل الفورس الاخيره عندنا وهي ال2. ال2 هتتضرب في المسافه دي كلها لحد الايه. الحته دي 15 والحته دي اكس والحته دي 10، يبقى هي كلها 10 و15 كام؟ 25 واكس، يبقى 25 بلس اكس. ال2 هتتضرب في ده كله. طيب ال10 بقى، ال10 اللي هي الريزلتنت، الفورس اللي بالاحمر، 10 هتتضرب في كام لحد الايه؟ المسافه دي كلها امشي من ال10 لحد ما اوصل للايه، فهتتضرب في المسافه دي كلها اللي هو مديها لي بكام؟ اللي هو مديها لي ب 13، يبقى ال10 هتتضرب في 13. فاضل اعرف ايه بس؟ فاضل اعرف اشارات المومنت، اشاراتهم بيلفوا ازاي. ركز بقى كده معايا. همشي مع كل فورس منهم، هم كلهم شبه بعض. همشي مع كل فورس منهم واروح لمين؟ واروح للايه. فالفورس 4 باصه لتحت، يعني انا هنزل لتحت، والنقطه ايه على يمينها، فانا هنزل لتحت وامشي يمين، يعني انا بلف انتي كلوك وايز، وال10 انتي كلوك وايز، والواحد انتي كلوك وايز، والاثنين انتي كلوك وايز، كلهم ايه؟ بوزيتيف 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 بوزيتيف. هاجي ابص هنا هلاقي ان انا عندي ايكويشن كامله مفيش فيها مجهول غير مين؟ غير اكس، فلازم تتحل مانوال بقى. 4 في 10 بكام؟ ب 40 بلس 1 في 10 زائد اكس، يعني 10 زائد اكس، بلس 2 في 25 زائد اكس. الاثنين هتخش تضرب هنا وهنا تتوزع. 2 في 25 ب 50 بلس 2 في اكس ب 2 اكس، كل ده بيساوي كام؟ 10 في 13 يعني 130. من هنا نقدر نعمل شيفت سولف ونجيب قيمة الاكس، فنعمل شيفت سولف هتطلع معايا الاكس بكام؟ تطلع معايا ان قيمة الاكس ب 10. 10 كام بقى؟ هما كلهم بالسنتيمتر، فهي تطلع 10 سنتيمتر. ده مين؟ قيمة الاكس. الاكس ب 10 سنتيمتر، الحتة دي كده ب 10 سنتيمتر.
طيب ركز معايا بقى في اخر سؤال عندنا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي بادي اوف ماس 30 كيلو جرام، جسم وزنه كام؟ 30 كيلو جرام، فالماس بتاعه ستاندرد الحمد لله ب 30 كيلو جرام. is projected with velocity 7 meter per second from the base of an inclined smooth plane. يعني ايه مسألة ايه inclined plane؟ فأنا هرسم inclined plane كده، ادي inclined plane حلو، مايل بانجل ثيتا. هل اداني الميجر بتاع الثيتا بتاعته؟ لا، بس قال لي ايه بقى؟ قال لي ان الجسم بروجكتد، اتحدث بالفيلوسيتي دي، قذف بالفيلوسيتي دي. يعني هي دي الفيلوسيتي اللي حدفته بيها، هي دي الفيلوسيتي اللي بدأ حياته بيها. يعني هو من الاخر هنا بيديني مين؟ الفي نود بتاعته بكام؟ ب 7 متر بير سكند ستاندرد. from the base من القاعده بتاعت ان انكلايند بلين. يعني هو اتحدف من النقطه دي، حلو، حدف من البيز من هنا. اي جسم على انكلايند بلين انا كان عندي حركه تلقائيه بعملها من غير ما افكر، بعمل ريزوليوشن للويت على طول، ام جي كوساين ثيتا، وفي شمال ايه؟ ام جي ساين ثيتا. ركز كده معايا، وفوق في ان طبعا. ركز كده معايا، هو قال لي ايه؟ ان هو بروجكتد بالفيلوسيتي دي من اقل نقطه على البلين and hardly reach the top of the plane. يعني هو بالعافيه وصل فين؟ وصل التوب اوف ذا بلين. يعني هو اتحرك في الاتجاه ده، يعني هو ده اتجاه حركته، فهو ده اتجاه حركته، فاحط سهم الحركه لفوق واكتب عليه ايه؟ ام ايه. ركز بقى معايا في اللي حصل، هو اتحرك من اقل نقطه ووصل بالعافيه اعلى نقطه. يعني هو هيوصل هنا ويقف، يعني الفي فاينل هنا بتاعته بكام؟ بزيرو. وانت لما تكون بالعافيه وصلت النقطه دي، يعني انت وصلت هنا ووقفت. حلو حلو، يعني الفي فاينل بتاعته، الفي فاينل بتاعته بزيرو. انا معايا الفي نوت بتاعته ب7 والفي فاينل بتاعته بزيرو. جميل قوي الكلام ده. وقال لي ان هو كان ماشي على سموث بلين، يعني هنا مفيش ريزيستنس، مفيش ريزيستنس. حلو قوي الكلام ده. تعال نراجع انواع الفورسز اللي عندنا. واحد، الويت بتاع الجسم اهو، الويت بتاع الجسم انا حاطه. اتنين، النورمال رياكشن اللي بتاثر على الجسم، النورمال رياكشن انا حاططها. ثلاثة، الفريكشن، والفريكشن مفيش لان ايه؟ الجسم سموث. واربعة هي الاكسترنال فورس. وهنا الجسم انا حدفته زي كده الكوره لما بشوطها، انا لما بشوط الكوره رجلي ما بتفضلش زقاها، انا بديها دفعه وبعد كده بتتحرك لوحدها، فالاكسترنال فورس مش موجود. اتفقنا؟ اتفقنا يا باشا. تعالى بقى ايه؟ نحط قانون نيوتن. قانون نيوتن بيقول لحضرتك ام ايه بتساوي، ام ايه بتساوي اي حاجه مع السهم بلس، مفيش اي حاجه مع السهم. في ايه عكس السهم؟ في عكس السهم ام جي ساين ثيتا، يبقى نيجاتيف ام جي ساين ثيتا. احنا نقدر من هنا نكنسل الام مع الام، فتلاقي ان الاكسلريشن بتساوي نيجاتيف جي اللي هي نيجاتيف 9.8 في مين؟ في ساين الثيتا. ركز بقى معايا، بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي if the plane is inclined to the horizontal at angle of measure theta find the potential energy. find ايه؟ البوتنشال energy of the body at the top of the plane. هو عايز البوتنشال energy بتاعته هنا. البوتنشال انرجي بتاعت الجسم اللي هي مين؟ اللي هي البي. البي بتاعت الجسم فوق هي بتساوي ام جي اتش، صح؟ ام معايا وجي معايا، بس الاتش او الارتفاع بتاع الجسم بتاعي مش معايا، صح؟ صح. في بقى قانون فيه البوتنشال انرجي ده كان ممكن استخدمه على فكره. قانون البوتنشال انرجي كان بيقول لك ان بي ماينس البي نوت بيساوي نيجاتيف الورك، بس الورك بتاع مين؟ بتاع الويت بس. نيجاتيف ورك الويت، بي ماينس بي نوت ايكوال نيجاتيف ورك الويت. او ممكن استخدم القانون الثاني ان تي ماينس تي نوت ده ينفع في كل المسائل، بيساوي مين؟ بيساوي ام اف اس. الاثنين ده ينفع في كل المسائل، وده ينفع في المساله دي تحديدا عشان مفيش ريزيستنس. حلو؟ طيب في حاجه بس مهمه، انا عايز اعرفك حاجه. هو فين الهايت او ارتفاع البلين؟ الهايت بتاع البلين هو الحبه دول، هو ده الاتش. والجسم اتحرك فين؟ الجسم اتحرك الديسبيسمنت دي كده كلها، صح؟ صح. فلو انا سالتك هي ساين الثيتا من التريانجل اللي قصادي ده بيساوي مين؟ ساين الثيتا بيساوي الاوبوزيت للثيتا اللي هو الاتش على الهايبوتنس، يساوي اتش على الاس. فمن الاخر انا هحط دايما ساين ثيتا بالشكل ده، ان ساين الثيتا بتاعتي بتساوي مين؟ بتساوي اتش على الاس. ركز بقى معايا كده، هستخدم القانون ده وهستخدم القانون ده واوريك ان هم هيطلعوا لي نفس الاجابه. تي ماينس تي نوت، تي هي هاف
في الماس في الفي سكوير، ماينس تي نود هي هاف في الماس في الفي نود سكوير، ايكوال ام اي في الاس. بس احنا اتفقنا مش هنحط ام اي، هنحط اللي بيساوي ام اي. من هنا ام اي بتساوي مين؟ ام اي بتساوي نيجاتيف ام جي ساين ثيتا، بتساوي نيجاتيف ام في جي في ساين ثيتا. وانا اتفقت معاك احط ساين ثيتا بتساوي مين؟ اتش على اس. اتش على اس. حلو. ده كده الام اي، بس فاضل ان انا اضربها في مين؟ اضربها في اس. فبص بقى ايه اللي هيحصل. الاس هتروح مكنسله الاس، وهتلاقي ايه اللي اتبقى؟ هاف ام في سكوير، يعني هاف في الماس. الماس معايا فوق بكام؟ ب 30. هاف في الماس اللي هو 30 في الفي سكوير اللي هي الفي فاينل سكوير. هو انا هوصل لفي فاينل كام؟ هوصل لفي فاينل 0، يعني في 0 سكوير ماينس هاف الام اللي هي برضو 30 في الفي نود سكوير. وانا بدات في نود كام؟ 7 في 7 سكوير ايكوال مين بقى يا باشا؟ حسبت ده حسبت ده، ايكوال نيجاتيف ام جي اتش على اس في اس. هتلاقي الاس كنسلت الاس، يعني ده هيساوي نيجاتيف ام جي اتش. هو ده مين؟ مش البوتنشال انرجي اللي انا عايزها فوق هي ام جي اتش؟ يعني ده اللي انا عايزه، الترم ده كده كله هو ده اللي انا عايزه، هو ده البي. يعني ده يساوي نيجاتيف البي، صح؟ بيساوي مين بقى؟ ده كده كله بزيرو عشان هنا الفي بزيرو. يساوي نيجاتيف هاف في 30 في 7 سكوير. كنسل النيجاتيف مع النيجاتيف، يبقى البي اللي انا عايزها او البوتنشال انرجي عند التوب بتساوي كام؟ تساوي نص في 30 ب 15، 7 سكوير في 49 يطلع بكام الكلام ده كله؟ 15 في 49 يعني 735 نيوتن دوت متر. بوتنشال انرجي نيوتن دوت متر او جول. نيوتن دوت متر او جول. ده مين؟ ده البوتنشال انرجي بتاعتي عند التوب. ده جبتها ازاي؟ بالقانون ده. تعال نمسح الحل ده بقى واجيب لك نفس البوتنشال انرجي دي بالحل الثاني اللي هو نيجاتيف ورك الويت. بص بقى معايا. البي هي البوتنشال انرجي بتاعته هنا فوق. هو هنا في هايت، فهنا في بوتنشال انرجي، يعني هنا في بوتنشال انرجي اللي انا عايزها ماينس البي نود البوتنشال انرجي بتاعته عند البدايه اللي هي البي نود. هنا مفيش هايت، هنا هو عند الارض. قلت لك البوتنشال انرجي بتعتمد على ارتفاعك عن الارض، فهنا البي نود بكام؟ بزيرو لان انا لسه على الارض. يبقى ماينس زيرو بيساوي مين بقى؟ نيجاتيف ورك الويت. ورك الويت هو ايه؟ الويت مكون من جزئين، ام جي كوساين سيتا وام جي ساين سيتا. اللي هتعمل ورك هي الفورس اللي في اتجاه الحركه بس. يعني ورك الام جي كوساين سيتا بزيرو. فورك الويت هو نيجاتيف الورك بتاع الويت. ورك الويت بقى لوحده هو عباره عن الجزء من الفورس بتاعت الويت اللي هو ام جي ساين سيتا مضروب في مين؟ في الديسبيسمنت اللي انا هتحركها. هو اي ورك هو عباره عن اف في اس. الاف هي الام جي ساين سيتا مضروب في مين؟ في الاس. ده كده مين؟ ده كده ورك الويت، صح؟ ده الورك بتاع الويت. لكن الويت بيشد الجسم لتحت وانا بتحرك لفوق، فالويت ده بيقاوم الحركه، فالورك بتاعه يطلع بالايه؟ بالنيجاتيف. فعوض مكان ورك الويت هنا بنيجاتيف ام جي ساين ثيتا في اس. صح؟ صح. نيجاتيف في نيجاتيف تتحول بوزيتيف. بص بقى، يبقى البي اللي انا عايزها هي عباره عن مين؟ ام جي ساين ثيتا في اس. ام جي ساين ثيتا في اس، صح؟ ماشي. اجيب منين الاس؟ تعالى بقى لهنا. ام جي ساين ثيتا في اس. ساين ثيتا في اس ده هو الاتش عامه يعني. ساعتها هنعطل هنا، مش هنحتاج ان احنا نحسبها، وانا معايا 3 حاجات صح؟ من هنا اهو. تعالى بقى تعالى جيب الاس بدلاله برضو الايه؟ الساين ثيتا. بص معايا، جيبها لك الطريقه دي اطول شويه بس عادي يعني. انا معايا الفي نود بزيرو، معايا الفي معايا الفي نود ب7، معايا الفي فاينل بزيرو، ومعايا الاكسلريشن من هنا بتساوي نيجاتيف 9.8 نيجاتيف 9.8 ساين ثيتا، صح؟ عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الاس. فالجا للقانون الثالث. القانون الثالث بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك ان الفي سكوير بتساوي في نود سكوير بلس 2 a في اس. الفي دي بكام؟ الفي دي بزيرو ايكوال في نود سكوير. في نود سكوير 7 سكوير يعني 49 بلس
2 في الاكسلريشن اللي هي نيجاتيف 9.8 نيجاتيف 9.8 في ساين ثيتا في مين؟ في اس. هتلاقي نفسك ان انت عرفت الترم ده كده كله كامل بكام؟ اللي هو الاس ساين ثيتا على بعضه بكام؟ لان انا لو عملت او اعتبرته اكس، يعني لو انا اعتبرته اكس هتلاقي ان ايه؟ هتلاقي ان المعادله 0 ايكوال 49 2 في نيجاتيف دي نيجاتيف 9.8 اهي نيجاتيف 9.8 يبقى نيجاتيف 2 في 9.8 في ساين ثيتا في اس اللي هو الاكس يعني. من هنا هجيب الاكس، هتطلع الاكس دي بكام؟ 49 ديفايدد 2 في 9.8 يقوم مديني كام؟ يديني 5 اوفر 2 او 2.5. فمن الاخر الترم ده كله كامل اللي هو الاس في ساين الثيتا ده كله على بعضه كامل بكام؟ ب 2.5. ده الاس ساين ثيتا ب 2.5. بس انت مش عايز الاس ساين ثيتا، انت عايز ترجع تعوض بيه هنا كده كله على بعضه عشان تجيب مين؟ عشان تجيب البي. هنعوض بيه. الام معايا بكام؟ الام معايا ب 30 في الجي اللي هي 9.8 في الاس ساين ثيتا اللي انا لسه جايبها ب 2.5. تعال نحسب الكلام ده على الكالكوليتر. 30 في 9.8 في 2.5 يديني برضو 735 جول برضو، دبل جول. لكن بص، ده في السؤال هنا بيقول لك انا عايز البوتنشال انرجي اوف ذا بلين ان كيلو جرام ويت دوت متر. ركز بقى معايا، ركز كده، ركز معايا. الجول يا صديقي هو نيوتن دوت متر. فلما انت تعوز تحول من نيوتن دوت متر لكيلو جرام ويت دوت متر هتعمل ايه؟ هتعمل ديفايدد 9.8. نعمل ديفايدد 9.8 هيطلع معايا ايه؟ هنمسك الرقم ده اللي هو 735 نعمله ديفايدد 9.8. 735 ديفايدد 9.8 يديني كام؟ يديني 75 كيلو جرام ويت دوت متر. هي دي الفاينل انسر اللي حضرتك هتكتبها. كده نكون خلصنا الامتحان. اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.